فمنورنا جميعا. يا هلا بك علي، يا هلا بالجميع أحباب الغوالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما ينفعنا. أنا عامل شير، انتوا شايفين الشاشة كده عليها؟ شايفين الشاشة؟ سامعين الصوت؟ كل حاجة تمام؟ نبدأ. قولوا لنا نبدأ عشان إيه؟ نتوكل على الله. طيب توكلنا على الله، كل شيء تمام. يا هلا بك يا عم أحمد عزام حبيبي. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا بعيد عن الشاشة. شوفوا أنا كده، أيوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما ينفعنا. ازيكم شباب، أخباركم إيه؟ أهلا وسهلا بكم في محاضرة جميلة حلوة إن شاء الله. محاضرة بعنوان برومبت تو بوست. النهارده إن شاء الله يعني هتكون محاضرة جميلة وحلوة، والمحاضرة ديت أنا ناويلها من زمان قوي. تمام. لكن الموضوع الحمد لله أخيرا بفضل الله يعني، والحمد لله يعني تعدت النية أخيرا وجت في وقتها. يعني أنا أقول لكم إن هي جت في وقتها، سبحان الله، وكل تأخيرة لها خيرة وكل حاجة ولها وقتها. فالحمد لله يعني إحنا النهاردة في وقت الدنيا ترند جدا. موضوع ال AI والنانو بنانا والحاجات دي كلها يعني مكسرة الدنيا، والواحد يمين وشمال بيتفرج وبيشوف. وانا جيت من فتره كده قلت انا لازم ان انا ايه، آه، استخدم الاي اي في التصميم. لما قعد يطلع، انا الحمد لله شغال بقى لي فتره كبيره كمصمم ولسه شغال، وتركيزي الاساسي على الشغل مش على الكورسات. فلما طلع الاي اي، وانا كل ما نشوف حاجه جديده، ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا هنستبدل، ده احنا رحنا في داهيه، ده احنا ضعنا، ده احنا مع السلامه، ده احنا باي باي. فكل ما اشوف ده اقول طيب، ماشي، هو حلو وجميل الحاجات دي، طب انا اعرف استخدمها؟ هنا السؤال، انا اعرف استخدمها؟ انا عارف اوظفها؟ هتسرع لي ايدي شويه. احنا كمصممين سوشيال ميديا شباب عندنا مشكله كبيره، وبنتكلم على السوشيال ميديا خاصه، لان المجال ده هو بيعتمد عشان تجيب دخل، تعتمد على ان انت تعمل تصاميم كتيره. لو انت مصمم فريلانسر بتاع سوشيال ميديا بس، فانت بتعتمد على انك تعمل تصاميم اكتر فتاخد فلوس اكتر. بتعاقد مع صفحه، انا اعمل لكم 12 تصميم في الشهر ب $100 $150 ايا ما كان السعر، مقابل ال 12 تصميم. وصفحه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، مثلا انت احتياجاتك في الشهر $500 $1000، فبتشوف بقى انت هتمسك 10 صفحات 5 صفحات. فطبيعي جدا يعني احنا بنقسم ال 12 ديت، مثلا لو هاخد على كل صفحه هبقى محتاج اعمل، لو انا مثلا احتياجي الشهري من المصاريف $1000 مثلا، فانا محتاج 10 صفحات. يعني ده عشان اقول بسم الله كده وايه، واقضي الاحتياجات بتاعت بيتي من الشغل كفريلانسر. فانا عايز اعمل ايه؟ 10 صفحات. ال 10 صفحات دولت لو ضربناهم في بتاع 12 تصميم، فانا محتاج شهريا اعمل 120 تصميم. لو هعمل كل يوم تصميم، لو هعمل كل يوم عدد من التصاميم، فانا محتاج اعمل كل يوم 4 تصاميم عشان اقضي المبلغ المعين ده. طيب، هو طبعا احنا ما بنشتغلش كل يوم، يعني ده اولا، احنا كمصممين ما حدش بيشتغل كل يوم. لابد في يوم بيجي لك مشوار، لابد في يوم بتكسل، لابد في يوم ما بيبقالكش مزاج، لابد يوم الاجازه، لابد يوم مش عارف ايه. آه... انتوا شايفيني يا شباب صح؟ معلش كمان مره. شايفين. تمام، شغال ان شاء الله. فكل ده، كل ديت حاجات ايه، لابد منها، بتقابلنا. فانا لازم احسب الحسبه ديت عشان اطلع. طيب، المشكله ان انا عايز ازود دخل، بس عايز في نفس الوقت ان انا ازود تصاميم. وكل واحد له قدره معينه. يعني انا زمان كنت بقول ان انا اخري 3 تصاميم، اللي هم اللي فيهم مانيبيوليشن، اللي فيهم شغل، اللي فيهم حاجات ديت، لو عرفت اجيب ال3. وكمصمم يعني تقيل، يعني الكلام ده من سنه مش من زمان. اخري اعمل 3 تصاميم حلوه. انا بقعد على التصاميم، اعمل تصميم يتعمل حلو، يتعمل صح، دي في كواليتي معينه العملاء بتجي لي عشان هم عايزين الكواليتي دي. تمام. فالفكره ان انا علشان ان انا اسلم العملاء الجوده اللي هم عايزينها والحاجه اللي هم عايزينها، انا ملتزم بعدد معين. طب ازاي بقى ازود فوق العدد ده؟ ازاي بدل ما بسلمهم 3 تصاميم مثلا على سبيل المثال، ماشي خلينا نقفل الشير، ماشي تمام. ازاي بدل ما اسلمهم ال3 تصاميم دولت على سبيل المثال، اسلمهم انا عايز اسلم 6 تصاميم عشان اضاعف الدخل بتاعي، طبعا بعد الارزاق والتوكل على الله، وربنا هو اللي ييسر العملاء
انا عايز اعمل 6 تصاميم في اليوم، عايز اعمل 7 تصاميم في اليوم. فكان ده صعب لان البروسيس نفسها تقيله، العمليه التصميميه نفسها تقيله. فدلوقتي الموضوع اتغير خالص، واحنا النهارده جايين نشوف ازاي الموضوع ده ممكن يسهل علينا الموضوع ده. ازاي ان كان في مصممين كتير كان مستواهم ضعيف جدا وفي لحظه عرفوا يستخدموا الاداه ديت، تعدوا الناس اللي هي كانت شغاله اصلا ومتمكنه من الادوات بس رفضت ان هي تستخدم الادوات الجديده. وانا كمصمم لو انا رفضت استخدم الاداه ديت، اي حد مستواه متوسط دلوقتي عداني، لو اتعلم الاداه دي هيعديني بكتير. فتعالوا نشوف مع بعض كده ان شاء الله. نبدا طبعا، يعني اللي مش عارفني ان شاء الله يعرفني كده بشكل سريع. انا احمد علي، مصمم جرافيك متخصص في تصميم السوشيال ميديا والهويات البصريه. عندي خبره الحمد لله يعني في سوق العمل، شغال بقالي يجي 7 8 سنين. وشغال على الفوتوشوب بقالي وانا عندي 13 سنه. أنا دلوقتي عندي 33 سنه، كملت 33 سنه من امبارح الحمد لله. فبقالي 20 سنه الحمد لله شغال في الجرافيك. ده خبرتي في المجال. وفي السوق الحمد لله بقى لي 6 او 7 سنين الحمد لله. فدي خبرتي في المجال. فبشتغل بايدي الحمد لله في تصميم السوشيال ميديا، شغال في السوق، عندي عملاء الحمد لله حاليا. في الوقت الحالي وانا بتكلم انا بشتغل مع عملاء يا شباب، مش جاي انظر عليكم. ماشي، انا مش جاي انظر، انا بقول حاجه انا بستخدمها في السوق وان شاء الله تستفيدوا منها باذن الله. طيب، دي بعض التصاميم هعرض عليكم بشكل سريع. انا اخترت بس من كل براند من البراندات اللي انا اشتغلت معاهم بالاي اي، انا اخترت التصاميم بالذات اللي اتعملت بالاي اي، واخترت من كل واحد 3. تمام، لكن الحمد لله في كتير، يعني في خلال الفتره اللي فاتت انا عملت تصاميم كتيره جدا بفضل الله مع العملاء بالاي اي. فانا هعرض بس عليكم دي من احياء، وديت شركه عقارات موجوده هنا في تركيا. تمام. وديت شركه زيرو داي متخصصه في السايبر سكيورتي والحاجات ديت. يا هلا عم احمد، منور يا غالي. تمام. وديت منبر الاقصى، اظن انتم عارفين الصفحه مشهوره يعني، متخصصه في مساعدات للاقصى او للقدس او كده. تمام. وديت اسباير ايديو، صفحه متخصصه في الخدمات التشغيليه. الشير مقفول، ايوه كده، والله حلو الناس اللي متفاعله واللي فايقه. جزاكم الله خيرا، انتوا بتفكروني اول باول كده شايفين. ايوه. اول حاجه يا شباب دي صفحه احياء، هي صفحه موجوده هنا في تركيا خاصه بالخدمات التربويه. طبعا الصفحه ديت انا كان بيواجهني تحديات كبيره جدا ان انا اجيب صور لشباب انهم 13 سنه او 10 سنين لابسين الزي اللي عليه سمت الاسلام. كانت دي مهمه بتتعبني، كان كل تصميم اعمله مع احياء كان لازم اقعد ادور كده بالنص ساعه ساعه عشان بس اجيب الصوره. فكان الموضوع ده عامل لي ازمه، والحمد لله شغال معاهم بقالي سنتين تقريبا. فاستهلكت صور كتيره، يعني لو كان اول بوست اعمله ماشي سهله، انما انت شغال الحمد لله بقالك سنتين مع صفحه. آه فالصور اللي انت كنت بتستخدمها مع ندرتها قلت، ما عادش لاقي صور. فالموضوع ده حل لي ازمه كبيره جدا معاهم الحمد لله. في تصاميم اكتر من كده طبعا، بس دي عينه. صفحه عقارات اسطنبول، والصفحه ديت هي خاصه ببيع العقارات، موجوده هنا في تركيا. ودي الالوان بتاعهم، انا اللي عامل اللوجو بتاعهم الحمد لله. برضو كان عامل اللوجو بتاع احياء. هنتكلم عن موضوع اللوجوهات برضو ان شاء الله يعني بشكل سريع، بس فكروني في الاخر. وعامل الهويه بتاعتهم وعامل لهم ماسك لهم التصاميم برضو الحمد لله. فدي بعض التصاميم اللي استخدمت فيها الاي اي. دي الصفحه اسمها زيرو داي، والصفحه دي كانت غريبه عن كل الصفحات اللي انا مسكتها، لان الستايل بتاعهم زي ما انتم شايفين كده، الالوان اساسا هم بيدوا كورسات في السايبر سيكيورتي والكلام ده كله. فان انا اصلا اعمل حاجه يعني غامضه وبالستايل ده كانت حاجه جديده خالص عليا، ما كانتش حاجه سهله. لكن بالاي اي وهوريكم بعض التحديات اللي الموضوع ده ساعدني جدا فيها ان شاء الله. هقول لكم عليها باذن الله. دي صفحه اسمها منبر الاقصى، خصوصا يعني في المساعدات، تقديم مساعدات للناس في غزه او كده. والاي اي ساعدني جدا في الموضوع ده برضو، يعني المباني المهدمه بزاويه الاي ليفل ديت. على سبيل المثال الحصاله، العمله اللي عليها شكل الاقصى لان الصفحه اسمها منبر الاقصى. الخيمه بتاعت الاطباء، الاراضي، الارض المتكسره، الارض المتشققه، الحاجات مثلا الصحيه، السله الصحيه، الحاجات دي كلها الحمد لله اي اي جنريتد. وكلها وصلت فكره كانت موجوده هنا، وكانت محتاجه الفكره دي ان هي تتنفذ. فالفكره ديت الحمد لله نفذت من خلال الاي اي. دي برضو صفحه اسمها اسباير ايديو، استخدمت فيها برضو تصاميم.
وزي ما شايفين الهويه بتاعتهم اصلا الازرق والاصفر. يعني حتى لما بتولد صور بتولد، انا مش محتاج اعمل هيو ساتوريشن عشان اغير الصوره دي انا ما لعبتش في الالوان بتاعتها، انا ولدتها بالالوان بتاعتهم اصلا مباشره، فطلعت معايا على طول بالايه، بالشكل ده. ودي صفحه ماي ميلز برضك، دي كانت حاجه خاصه ببدايه المدارس برضك. جبت ولد صغير خليجي شايل شنطه بالالوان بتاعه ماي ميلز، يعني يبقى دور لي سنه قدام كده بقى عشان تلاقي صوره زي كده. الموضوع فعليا يعني كان مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده. تمام. عندنا برضو الصفحه ديت المستر جروب، الزاويه بتاعت المدرسه اللي ورا ديت برضو انا جايبها من الاي اي، مش انا اللي عملت الصوره ديت. برضو الجامعه بتاعت بهشه ديت، بهشه يونيفرسيتي، نفس الحكايه. الايدين ديت والبطاقه والموك اب بتاع البطاقه نفسه، كل ده برضو اي اي جنريتد يا شباب. العناصر اللي هنا دي برضو كلها، هو طبعا التصميم بيتكلم عن التخصصات اداره اعمال علاج طبيعي وهندسه، فانا حطيت الحاجات الهندسه والعلاج الطبيعي واداره الاعمال، حطيتهم قدام الجامعه كل ده بالاي اي. فالموضوع ودينا لحته كبيره جدا. المحاضره دي لايه يا شباب؟ إيه هدفها؟ لماذا هذه المحاضره؟ آه المحاضره يا شباب لان الذكاء الاصطناعي اصبح جزءا اساسيا من حياه المصمم. تمام. فالمصممين آه دلوقتي في نوع شايف يأس، كان في بداية التعلم أو كان وصل لمرحلة معينة، والتصميم والاي اي كسحنا. انا اقول لكم كسحنا كسحه بنت لذيذه. يعني اللي قعد سنين، قعدنا سنين نتعلم المانيبيوليشن والدمج والاضاءه والبتاع، دلوقتي بزرار بيعمل كل ده. المهام اللي كانت بتاخد فعلا ساعات ساعات، انا بعمل تصميم ممكن اخد في يوم كامل، دلوقتي انا بعمله بزرار. بس الفكره مين اللي يكبس على الزرار ويعرف يكبس على الزرار ولا لا؟ لو مش اي حد يكبس على الزرار. بس فعليا يعني الموضوع بقى ايه، زي ما امجد بيقول كده، لتسهيل وتسريع بيسرع علينا. فالسوق اتغير يا شباب، سوق المصممين نفسه اتغير، احتياج العملاء نفسه، ما هو عايز واحد ينجزه. فانت تيجي تقول له لا انا مش بتعلم الاي اي، او في بعض الشباب متخيلين ان العميل هيقول له ايه ده انت بتستخدم الاي اي مش متعامل معاك. لا، العميل عايز واحد ينجزه، فانت لو مستخدم الاداه ومتعلمها صح وقادر تعمل ده، فدي هتكون حاجه كويسه جدا. برضك المنافسه مش بين مصمم واخر، بين مصمم بيعرف الاي اي وبين مصمم ما بيعرفش. يعمل ايه؟ يقول لك انا عندي تصور كذا كذا للتصميم. فاكر زمان والله في مره عميل جه قال لي احنا عايزين من بره من ورا كده منظر، واكن في حاجه طائر فوق في السماء، والطائر ده مش عارف متعلق عليه علم ومش عارف. انا قلت له يا عم انت في ايه الكلام ده؟ انت بتتخيل يعني الحاجات دي ما بتتعملش، الحاجات دي ما ينفعش تتعمل اصلا. دلوقتي انت عايز كده اعمل لك كده. باين ان هو صح ولا غلط؟ اعرف اعمل لك كده، اعرف. ايه المشكله؟ هقعد بس ايه وانا رايق كده، اكتب برومت حلو وهعمل لك اللي انت عايزه، هكتب لك الحاجه اللي انت عايزها. تمام. طيب، عشان ما نطولش عليكم، كيف غير الذكاء الاصطناعي العالم والتصميم؟ شايفين طبعا الصوره يعني معبره جدا وبتوضح جدا على حالنا وحقيقتنا. يعني اتمنى ان انتوا تفهموها كده بالشكل ده، تفهموا ان في حد قاعد تحت ايدي وانت ماسك اهوت كوبايه الشاي وهو قاعد شغال تحت ايدك، مش العكس. مش ان هو مشاك، انا عايزك تقول ان انت دلوقتي بقيت باشا ماسك كوبايه الشاي اشرب، بتقول له ايه؟ اعمل لي ديت، والله الصوره دي مش عجباني، شيل منها التكتشر، حط لي فيها كذا، اعمل لي فيها كذا. ده اللي احنا عايزين نفهمه، دي الحقيقه، دي الحقيقه اللي احنا عايزين نتصورها، ان انا بقى في حد شغال تحت ايدي. انا خلاص هبقى باشا ورايق، وفي واحد هيشتغل هيعمل عني المهام الصعبه اللي انا كنت بعملها. فالذكاء الاصطناعي هو ما غيرش بس مجال الديزاين، مجال الطب، كتابه المحتوى، مش عارف، المذاكره نفسها اتغيرت، التلخيص، الكتب، المحاسبه، كل المجالات اتغيرت يا شباب، مش المجال بتاعنا بس. لكن اللي يعرف يستغل ده كويس. حد ياكد يا شباب الشاشه متشيره صح؟ متشيره والله يا جماعه. طيب، كمان سؤال، هل الاي اي هيستبدلنا كمصممين؟ ماشي. يعني ايوه، هل الموزه كده اللي هتقعد واحده خلاص النانو بنانا هو اللي هيقعد وانت هتمشي؟ هو ممكن يستبدلنا في حاله واحده لو احنا ما اتعلمناش.
لو انا متعلم انا الموزه مش هتقعد، يعني خلينا واقعيين. لما حد بيقول ان الاي اي هيستبدلنا، معناها ان الموزه هي اللي هتقعد مكانها. الموزه هي اللي هتبقى، هل في موزه هتقعد؟ رد عليا. لو في موزه هتقعد يبقى هيستبدلونا. تمام. لو الموزه دي مش بينفع تشتغل، ما عندهاش عقل، الوحيده محتاجه حد يوجهها، فخلاص كده مش هينفع. تمام. فالمصمم هو اللي بيوجه الاداء. يعني الصوره اللي فاتت هي اكثر تعبيرا عن الحقيقه. انا عايزنا نتخيل، نحط دايما في بالنا الصوره دي، ان انا ماسك كوبايه شاي وبوجهه، مش وننسى الصوره دي، ننساها خالص. الموزه مش هتقعد ايه، مش هتقعد مكانها. تمام. طيب، خلينا برضه نقول ايه حاجه تانية جميله. هل العميل هيصمم بدل المصمم؟ هل العميل هو اللي هيتعلم الاي اي ويجي يقعد يشتغل مكاني؟ خلوني كده اعمل لكم بول، نستغل الجوجل ميت ده، في حاجات حلوه استطلاعات اهوت، ونسال عليه الاسئله ديت وانتم تجاوبونا. هل العميل هيصمم مكان المصمم؟ نعم، لا. نشوف اجاباتكم. بعت لكم البول اهوت، ان شاء الله يكون وصل لكم. اعملوا نعم او لا. لا، هو في بول كده ظهر، مش في الشات يا شباب، في حاجه كده ظهرت لكم. ايوه، اختاروا ايوه او لا. ممتاز. عندنا حتى الان 45 صوت، في كله 53 صوت. ماشي. آه... مم. 52 صوت لا، وفي 11 صوت بيقولوا نعم. كويس. ظاهر ظاهر يا شباب. عادي يا عم، كل واحد ليه قناعته، كل واحد ليه قناعته. في عملاء بيتعلموا، بس هو ما بقاش عميل اصلا، هو وقت ما اتعلم. ايوه. ممتاز يا عم ياسين، والله احسن. طيب اكتبوا لنا ليه يا شباب، ليه العميل مش هيتعلم الاي اي؟ اللي بيقولوا لا واللي بيقولوا نعم برضه بيقولوا لنا نعم. ليه؟ ليه العميل هيتعلم الاي اي؟ عشان هو سهل يعني؟ مم. ضروري تكون صواب. ماشي، بس يا حمزه انا برضك يعني، هو لو من الناحيه ديت، هو برضك العميل احيانا بيغمض عينيه كده ويتخيل وهيكتب كلمتين. احنا فعليا بنكتب كلمتين دلوقتي بيطلعوا نتائج. ماشي. العميل لو صغير هيعمل بنفسه. اه صح، ما هو كده دلوقتي مش العميل المستهدف. هل العميل المستهدف مكان ده موجود؟ يعني في بعض الشباب يقول لنا العميل لو هو لسه بيزنس صغير، هو بيسوق بنفسه، بيصمم بنفسه، بيكتب محتوى بنفسه، بيعمل مليون حاجه لوحده. لو هو صغير ده طبيعي في اي بزنس في الدنيا، مش هيحتاجك. كان هيعمل تصميم على كانفا اصلا من زمان قبل ما يظهر اي اي. فده اصلا مش زبونك. الزبون بقى اللي انا عايزه، اللي هو اصلا يا شباب ايه؟ ايوه، كتير جدا لقطوا رانيا، محمد، اسامه، كتير ما شاء الله قالوا الفكره كلها ان هو ما عندوش وقت اهو يا شباب. الكلاينت بتاع ده، الكلاينت اللي بيدفع فلوس. ماشي. اللي قاعد فاضي مش هيدفع فلوس، انا هعملها بنفسي. حتى لو هيقعد يخرب ويبوظ ويعمل، هيبقى شايفها حلوه. انا جالي مره عميل قال لي انا عايز لوجو، قلت له ماشي. قال لي بس انا عملت لوجو وعايزك تعدل لي عليه تعديل بسيط. هو عنده فلوس، ما عندوش مشكله في فلوس. قلت له هيكلف $200 لوجو الهويه. قال لي اتفضل، والله انا اتكلم معاك كلمه، حول ابعت حسابك، بعت حسابي حول لي $200. قلت له تمام. قعدنا اسبوعين يقول لي بس طب انا عايز اللوجو نفسه بس تعمل لي في حركه، واللوجو من وجهه نظري سيء جدا، وحش جدا جدا جدا، وما يتبصش عليه اصلا. عامل له لوجوهات تانية يقول لي انا عايز نفسه بس عدل لي عليه، هاته يمين هاته شمال. هو بقى عنده حب تعلق اللوجو بتاعه. تمام. دي مشكله كبيره اصلا. طب اعمل لي فيه كذا. هو المشكله ان هو عارف ان اللوجو ده جنريتد باي اي اي، وان هو مش حلو، وحد قال له ان هو وحش، بس هو مصر ان هو انا تعبت فيه، فلازم يتعمل. بعدين العميل ده ما عادش فاضي، في وقت من الاوقات ما عادش فاضي، خلاص امسك انت الدفه. انا ما عملتش اللوجو، والله انا قعدت اسبوعين اعدل معاه، وفي الاخر لا. بص يا باشا، شوف لو انت محتاج فلوس زياده انا ادفعها لك، بس خلينا بنقفل البروجكت على كده. ما عملش في اللوجو، والله ما عمل في اللوجو حاجه خالص نهائيا. فالعميل احيانا هو ممكن يبوظ الدنيا. بقول لك هو قعد اسبوعين يعمل في اللوجو. من الاول هو لو غمض عينه وقال انا مش بتاع لوجوهات يا جماعه، واتفضل يا فلان، الموضوع سهل. انا بعمل اليومين دول في موقع الكتروني لنفسي. ماشي. فدخلت على ستينجر، عايز اعمل موقع، اشتركت في ستينجر، مش عارف عملت كذا عملت كذا. انا مش فاضي، انا عندي شغل.
يعني في الاخر سيب العيش لخباز يا عم، ركز في شغلك وهات من شغلك فلوس، ادي لحد بتاع مصمم مواقع فلوس يعمل لك الحاجه دي. انت هات فلوس من ناحيتك واديها لواحد بيفهم يعملها لك من ناحيته، بدل ما تضيع وقتك. فالحته دي مهمه جدا يا شباب. العميل اللي هو اسمه فعل، اللي هو يطلق عليه، مش اي واحد عنده بيزنس اسمه عميل بالنسبه لنا، ما اسموش كلاينت. ماشي. ان هو العميل ده لابد ان هو يكون عنده فكره التفويض، ان هو يفوض ناس يدفع لهم فلوس مقابل الخدمه. هو لو ما بيدفعش، لو بيعمل على كانفا، هو مش عميل. فهنا برضه بنيجي الحته بتاعتنا. العميل دلوقتي عايز 12 تصميم في الشهر، وعنده حمله اعلانيه، وعنده مش عارف كتابه محتوى، وعنده مش عارف اداره منتجات، وعنده موقع الكتروني، هيعملهم كلهم لوحده. طيب هو بقى دور، انا هدي ده $100 وهدي ده $200 وهدي ده كذا وهدي ده كذا علشان اكسب في الاخر مثلا $1000 او $2000 او $3000. يبقى دول خدوا 500 وانا خدت 1500، 2500. الكلاينت بيفكر كده. ما عندوش مشكله ان هو يديك 100، 200، ما عندوش مشكله، بس الفكره ان هو يجي له مقابل الحاجه دي. ده مبدا لابد ان احنا نفهمه. هو ما يهموش العميل، ما عندوش وقت ان هو يقعد ال10 دقائق يعمل التصميم. ما عندوش وقت، ما عندوش اصلا ذوق ان هو التصميم ده هل هو مناسب ولا لا. مش عارف الزوايا، مش عارف ازاي الرساله بتوصل، مش عارف ازاي يلتزم بالوان الهويه، مش عارف. انا بيجي لي عملاء هم اصلا كانوا مصممين بس مش فاضي. يعني هو اصلا مصمم في الاساس بس تحول للاداره فما عادش فاضي يصمم. فدي نقطه مهمه جدا يا شباب. حد عنده سؤال في النقطه ديت قبل ما ندخل في اللي بعده؟ طيب جميل جدا. بسم الله. الفرق بين المستخدم العادي والمصمم الجرافيك. الشخص العادي، انا بقول كعادي، مش بقول ان احنا مهندسين يعني نظره الاستعلاء بتاعه المهندسين. ماشي، مع احترامي لكل المهندسين. بقول الفرق بين المستخدم العادي اللي هو الشخص اللي هو اصلا، ايوه مهندس مصمم، اهلا بك يا محمد، ما احنا اسفين والله. ايوه الفرق بين المهندسين مثلا. ايوه مش قصدي كده طبعا، مع احترامي لكل المهندسين. ايوه المستخدم العادي اللي هو ما عندوش فكره التصميم نفسها. اتفضلي، لو سؤال بخصوص الموضوع اتفضلي اسالي يا ياسمين، لو مش بخصوص خليه في الاخر ان شاء الله نعمله في فقره اسئله باذن الله. ايوه المصمم العادي، قولوا لنا انت يا شباب، قولوا لنا ايه الفرق بين المستخدم العادي والمصمم. واحد هو ما بيفهمش في التصميم، قال لك نانو بنانا طلعت كسرت الدنيا، عنده بيزنس ما عندوش بيزنس دخل يستخدم النانو بنانا. ها ايه الفرق؟ نظريه الالوان، تسلسل الهرمي وهكذا. حلو. آه يا هلا بالمهندس المعماري نور يا عمال. الرؤيه ممتاز ماشي. الابداع ماشي. واحد وحش واحد لا وحش واحد لا وحش ولا وحش يا عم الكينج. آه هل يمكن التصميم هوية بصرية؟ خلي الأسئلة في الآخر، خلي الأسئلة بعيد عن الموضوع في الآخر. ده مصمم وهداك شخص عادي عايز حاجة شكلها كويس وخلاص. المستخدم العادي عايز حاجة شكلها الذوق. المستخدم العادي ما راح يعرف ينفذ شيء للطباعة والمونتاج. حاليا ممكن الأدوات تطلع بعد كده برضو كبلال وتعمل الموضوع ده. الظل الظل والضوء والالوان والكتله والفراغ هو الاي اي ممكن يظبطه. مش ده الفرق، بس ممكن نقول ان هو المصمم يلينا هو فاهم الحاجات دي. واحد هيعرف يوظفه صح، والتاني مع الترند بالظبط. واحد هيعمل لك بيه فيديوهات القطط بتاعت نيو نو عارفينها ديت، هو واحد هيعملها بس ده يبقى كل شغلانته ان هو يعمل الترند ده. واحد تاني هيطلع بيه ايه؟ حاجه يتعمل بيها فلوس. ماشي. طريقة توظيف الذكاء الاصطناعي هنتكلم إن شاء الله. المصمم بيصمم للوصول للهدف، الشخص العادي بيعمل صورة حلوة وخلاص. والله الراجل فنان. التصميم دايما ليه هدف. زي ما أوريكم مثلا التصاميم بتاعة المنبر الأقصى هي بتوصل رسالة الحزن، بتاعة السايبر سيكيورتي الغموض، بتاعة مثلا الخدمات التعليمية فريندلي ودودة، بتاعة مثلا إحياء الجو الديني والإيماني والروحاني والكلام من ده. أنا عايز أوصل رسالة، انا عايز اخلي الشخص يتبرع، عايز اخليه يشتري منتج، عايز اخليه يشتري خدمه، يدخل جامعه. فالمصمم بيفكر في المستخدم ازاي هيفهم الرساله ديت وتوصل له، مش مجرد شكل حلو، مش مجرد بهرجه. الخطوط طبعا المناسبه وكذلك برضو اتجاهات الخطوط هيبقى فاهمها. يعني مثلا في واحد عمل
نتيجه بالاي اي وقال لك لا مش عجباني. هنا برضو هنا حته مهمه جدا يا شباب، الاي اي بيطلع 1000 نتيجه، المصمم هو اللي هيعرف مين النتيجه المناسبه للعمل، مين النتيجه المناسبه لهدف التصميم، لان هو فاهم يعني ايه ديزاين، فاهم يعني ايه الهدف او الغرض من التصميم. التصميم مش فن يا شباب عشان يحل مشكله، ممتاز. تفاصيل فنيه وامكانيه التعديل، ممتاز. تحويل الفكره والخيال للواقع، ممتاز. تاني برضو عنده خيال، بس هو المشكله ان الخيال بتاع الشخص اللي هو العادي، هو العادي برضو، هو مع الخيال بتاعه ممكن يضرب في حته بعيده خالص، بعيد عن هدف التصميم، جوده التصميم، ماشي. ما عندوش نظريه الدمج والتحديد الدقيق. هو الاي اي بقى بيعمل الدمج والتحديد والكلام ده كله ما عدناش بنعمل فيه حاجه. آه، المصمم مخ كمبيوتر، يعمل اي اي كمبيوتر اكتر مننا. الفرق بين المستخدم العادي والمصمم، المستخدم بيستخدم برنامج عشان ينجز حاجه وخلاص، المصمم بيفهم التصميم، بيفكر قبله، بيطبق قواعد واساسيات عشان الشغل يطلع باحتراف، ممتاز. النظره التصميميه، الشخص العادي ممكن اي تصميم يحسه حلو وما راح يركز بالتصميم بدقه. ايوه المصمم بيركز في التفاصيل دقيقه، ممتاز يا الاء. انا اعذر. الخبره، انا بالنسبه للاي اي لتوليد ستوكات مستعجل بدل ما، ايوه ما هي دي، ما هو اداه، ما احنا بنتكلم في الحته دي ان هو بس هو كل اللي عمله ان هو بيطلع لي في صور ما كانتش موجوده. لا الصور دي لو كانت موجوده انا ممكن استخدمها عادي، تمام. يعني زمان مثلا كان في مجالات سهله قوي في التصميم، مجال الاسنان لو جالي دكتور اسنان يا سلام، ده انا اعمل له 1000 تصميم واعملهم له بسرعه، ليه؟ ستوكات بالهبل. طب تعالى مثلا مجال زي الخدمات التربويه الدينيه، الحاجات اللي زي كده، فين الصور؟ فين الصور؟ ما فيش صور اصلا، تمام. نقطه فهم الالوان والابعاد والظلال راح تخلي الشات جي بي تي يجاوب عليك. ماشي يا عم سعد. الذكي بيفهم فيهم اللي بيعرف يكتب البرومبت، السلام. ايوه هو التاني فعلا، العميل ممكن يعمل برومبت ناقص، ممتاز يا شباب والله جزاكم الله خيرا. ينجز، يوصل الفكره بسهوله، يصمم وصول لهدف. الخبره، لا يستطيع التعديل، وسيله انما ده غايه. ممتاز يا شباب جزاكم الله خيرا، عنده نظره وخبره، بيعرف يوصل الفكره، تمام جزاكم الله خيرا. اللي بده اياه ده الشيء اللي في ذوق، ممتاز جميل جدا. طيب، فده فرق يا شباب بين المصمم زي ما انت قلتم والمستخدم العادي، ان المصمم ليه نظره، المصمم ليه شايف ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. زي ما قلنا الاي اي ممكن يطلع لك 1000 نتيجه، لكن انت اللي تختار انهي نتيجه هي المناسبه آه، للايه، الحاجه اللي انت عايزها. طيب الفرق بين موديلز الذكاء الاصطناعي، حد فيكم يا شباب يعني قبل النانو بنانا دلوقتي طلع وسيطر، عارفين هو بقى التوب، بقى رقم واحد. كم من سنه كان ايه، حد فاكر اول موديل طلع وقلب الدنيا اي اي؟ حد فاكر؟ حد كان قبل ما الموضوع يوصل للترندي قوي دلوقتي واتشهر، اول موديل؟ لا قبل شات جي بي تي، ده شات جي بي تي جاي متاخر، او ميد جيرني، الله عليكم. ميد جيرني هو يعتبر اللي قلب الدنيا فعليا، وبعده ليوناردو مباشره، بعده على طول يا اسامه كان ليوناردو. فدولت اول ناس طلعوا. انا عن نفسي ما لحقتش ميد جيرني، ما لحقت يعني، ما كنتش لسه، كنت لسه بستوعب ان في حاجه جديده طالعه، لسه ما دخلتش. فين وفين لما طلعت دخل على فريبك، وصل لفريبك. انا دخلت متاخر ساعتها بقى، بيطلع حاجات ما الموضوع فعلا بدا يظهر بشكل كان مخيف في الاول. يعني في الاول كان الموضوع فعلا مخيف، ولسه لحد دلوقتي كل شويه بيطلع حاجه غريبه وعجيبه وجميله وحاجات كتيره يعني. فلحد ما دلوقتي وصلنا لنانو بنانا برو النهارده في 25/11، احنا بنتكلم في احدث موديل نانو بنانا. إيه الله اعلم بكره لا يظهر تاني. يعني احنا كل شويه نقول لا هو خلاص كده جاب اخره، لا لسه ما جابش اخره، خلاص جاب اخره لسه ما جابش اخره، الله اعلم هيوصل لفين. بس اهم حاجه نواكب، اهم حاجه يا شباب نعرف نستخدم الحاجات، نعرف اصلا امكانياته. يعني انا كم مره ادخل على اليوتيوب بس عشان اشوف الناس ايه اللي ممكن نطلعه بالاي اي. يعني انا برضو الواحد ممكن يبقى قاطع نفسه على الاخبار وعن الفيديوهات ومش عارف امكانيه الاداه اللي في ايده دي، مش عارف هي ممكن تعمل ايه. فعشان كده ادخل ودور وابحث وشوف الجروبات بتاعت المصممين، شوف هم بيطلعوا ايه، شوف هم بيستخدموا الاداه دي ازاي، شوف ازاي هم بيسخروها. فدي حاجه ايه، حاجه مهمه جدا. فسبحان الله ربنا
خلى الانسان كل حاجه مسخره ليه، كل حاجه، حتى الاي اي مسخر للانسان. تمام. ف دخلت الجامعه اهو، والله يخليكي في الجامعه ان شاء الله، ما فيش اي مشكله. انت هتفهم التصميم احسن بكتير جدا من واحد هو اصلا مش فاهم حاجه في التصميم وداخل يستخدم الالات. ايوه الله عليك يا عم علي. علي قال معلومه جميله جدا. الموديل بيختلف في 3 حاجات: القوه والسرعه ونوع الشغل اللي معمول عشان انت. الله عليك والله. السرعه دي يا شباب خلتني اسيب شات جي بي تي. شات جي بي تي موديل بطيء جدا جدا جدا، ده اولا. ثانيا النتائج بتاعته ماشي بالنسبه لنا كمصممين في الواقعيه فهي كرتونيه بلاستيكيه، دي حقيقه. بيفضل فيه تكستشر كده او حاجه خفيفه ان الصوره ديت فعلا مش حقيقيه، على عكس مثلا موديل تاني زي حاليا نانو بنانا، زي ليوناردو، زي ميد جيرني، الصوره ديت رياليستيك، حاجه واقعيه فعليا. ونوع الشغل المعمول عشانه في شغل في ادوات فعليا، في ليها موديلز مخصوص. يعني المعماري مثلا ممكن يستخدم ادوات معينه في الاي اي. اللي عايز مثلا صور اكنها حقيقيه متصوره بموبايل سيلفي ليها وضع. كل حاجه ليها موديل معين يا شباب. لكن طبعا الموديل اللي بتضرب حاليا ديت بتعمل كل حاجه تقريبا. تمام. فده في فروقات فيه يا شباب. لو دخلتوا على بعض المواقع هتلاقوا المواقع ديت عامله لكم مقارنات ما بين الايه، ما بين الموديلز. يعني مثلا على سبيل المثال دي حاجه، او على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب هتلاقوا حاجات زي كده. مثلا ده بيقول لك مثلا ميد جيرني الفيرجن 3 دي طلب منه قلعه، طلب منه عيله، طلب منه مش عارف كذا، ميسي روبوت، طلع لك كذا كذا كذا. تشوف كل الموديلز. ليوناردو طلع كذا. فاير فلاي طبعا ده، شايفين فاير فلاي سيء جدا للاسف لحد دلوقتي. وجوجل برضو وادوبي برضو ضعيف جدا. آه عندنا برضو الفلكس ده مشهور جدا وقوي جدا برضو. الاوبن اي اي مش عارف، الميد جيرني 7، الفاير فلاي، وهكذا. فتقدر تشوف النتائج نفسها بتاعت الايه، بتاعت المودلز. فانا مش قصدي الصفحه ديت بالذات يعني، لان هي مش ابديتد، يعني مش فيها النتائج الاخيره، مع ان هم هنا مشيرين بعض النتائج برضو الخاصه بالادوات الجديده. لكن انا قصدي ان احنا لو دخلنا على اليوتيوب هنشوف نتائج كتيره جدا كده، هنشوف حاجات ناس كتير جدا عامله مقارنات ما بين ايه، ما بين المودلز المختلفه اللي ايه يا شباب للذكاء الاصطناعي. تمام. فهو شات جي بي تي زي ما انتم تقولوا هو ممكن يكون اسيستنت. ركزوا في الكلمه دي، هو مساعد بيساعدك في كتابه البرومبت. تاخد انت البرومبت دي بقى وتروح كده على اي موديل تاني تعمله يطلع لك حاجه سريعه جدا. والفكره في السرعه، السرعه مهمه جدا بالنسبه لي. يعني ليوناردو لما انا دخلته كان ميزه بالنسبه لي ان انا بغمض عيني كده وافتحها الاقي طلع لي 4 صور بغمضه عين. السيرفرات بتاعته طلقه. تمام. على عكس شات جي بي تي كنت بروح اتمرن شويه، انزل 10 ضغط، تروح الاوضه الثانيه مش عارف اعمل لك كوبايه شاي وتعالى اما يخلص والصوره ما طلعتش مظبوطه فاستنى تاني. فعلى الاقل خالص ساعه ساعه في صوره. انما دلوقتي تك تك، لا في غلطه، صلح لي الغلطه دي، اكتب على الاسيستنت على شات جي بي تي يطلع لي برومت جديد. هوريكم الموضوع دلوقتي. تك تك صلح، هات ادي، هات صلح، هات ادي، في 5 دقائق كده تلاقي خلاص الصوره دي خلصانه. ده لو انت كررت كذا مره، ده لو هو ما فهمكش من اول مره. ف... فالموضوع ده هو دلوقتي يا استاذ عبد الناصر رقم واحد، رقم واحد نانو بنانا. ماشي. ونانو بنانا برو فيه عيب ان هو بطيء شويه. انا ما اعرفش عندي ولا عند الجميع، انتوا شاركونا، خلونا نسالكم اللي جربوا. نعمل لها استطلاع نانو بنانا اهوت. خلينا نعمل استطلاع ماشي، بلاش تردوا مع الخاص. نانو بنانا سريع ولا بطيء، ولا ما اعرفش سريع بطيء، ما اعرفش. اللي ما استخدموش يقول ما اعرفش، ده برضه. انا بتكلم على برو اللي هو النسخه الاخيره. اه ممتاز اطلاق. يلا ادوني رايكم يا شباب، ادوني رايكم سريع. اكتب ما اعرفش، بس وسط. ما اعرفش في حاجه بتظهر في الجنب عندكم، المفترض ان دي يبقى فيها الاستفتاء يعني، او الاستطلاع. تمام. طيب انا عن نفسي انا استخدمته، يعني انا اغلب الاصوات عندنا ما اعرفش،
وعندنا 6 بطيء و6 سريع و7 سريع تقريبا. ف انا جربته عن نفسي البرو، مش نانو بنانا العادي، جربته كان بطيء معايا، ما اعرفش ليه بصراحه، ابطا يعني. انا مش بتكلم بطيء ان هو بيقعد قوي كتير قوي، بس هو آه انا بستخدمه جوه فري بيك، مش بستخدمه كمان من الموقع بتاعه. جربت برضه استخدم الموقع بتاعه، لكن هو مش سريع زي النانو بنانا اللي قبله، او زي المودلز العاديه اللي هي فلوكس والحاجات التانيه دي، برضه مش سريع زيها. تمام. طيب، فالمهم انت تعرف كمصمم، تعرف ان في موديل سريع، في موديل بطيء، في موديل بيطلع نتائج كرتونيه، في موديل تاني بيطلع لك نتائج واقعيه. فلازم تبقى عارف كويس جدا. طيب، خلونا نروح نقول كيف يستفيد العملاء من مصمم الذكاء الاصطناعي. ركزوا بقى، يعني هي دي الحقيقه يا شباب، ان في عميل عايز المصمم اللي بيفهم في الذكاء الاصطناعي. انا عايزك انت، انا عايز المصمم اللي بيفهم الذكاء الاصطناعي، مش عايز المصمم. يعني بعد كده هتشوفوا في الشركات وهي بتطلب مصممين يتقن ادوات الذكاء الاصطناعي، هتبقى موجوده وشيء اساسي. ان انا عايز مصمم بيعرف يشتغل بالاي اي، مش عايز مصمم ايه عادي. فلو جينا نقول مثلا اول حاجه ان هو اسرع. بدل ما كنت بعمل تصميمين في اليوم في الشركه، انا هعرف ان انا ايه، اعمل بدل التصميم 10 تصاميم. اقول لكم التصميم ده مثلا على سبيل المثال لقصه جميله معايا. ده المنتج اللي موجود هنا، هو اسمه الفليفر زيرو. ده جهاز كده بيستخدموه الهاكر في ان هم يخترقوا بعض الادوات وبعض الحاجات بالجهاز ده. فالشركه بتاعت زيرو داي كانت عامله مسابقه على المنتج ده. اللي هيكسب المسابقه هياخد الايه، المنتج اللي هو الفليبر زيرو ده. جميل جميل. جت المسابقه وقالوا لي احنا عايزين صوره فيها المنتج. طيب انا بقى ادور، انا اللي جه في بالي الفكره اللي تخيلتها، واحد ماسك المنتج بايده. طيب اجيب صوره منين؟ اجيبها ازاي؟ هعمل ايه؟ رحت على الاي اي حبيبي الملايين، وشوف يا شباب عامل ايه. قلت له انا عايز شخص لابس هودي بالالوان بتاعت الهويه البصريه، ماسك المنتج بتاعي في خلفيه ضلمه بالالوان بتاعتنا، الازرق في الاحمر في الحاجات دي كلها. حاجه، وما خدش وقت، ما خدش وقت. يعني هو بس، انت لو لسه بتجرب وبتفهم الاي اي هياخد وقت. بعض الناس يستخدموه ويقول لي يا استاذ بطيء جدا، يا استاذ كان زماني عملتها لوحدي اسرع. تمام. هو الناس بتفكر كده. انا اول استخدام طبيعي هفهم الاول ده بيتعامل ازاي، ده بيمشي ازاي، ده بيتظبط ازاي. انما بعد كده انا فهمت البرومت بيتكتب ازاي، فهمت بتصحح البرومت ازاي، فهمت لازم اكلمه على الزاويه، لازم اكلمه على العدسه، لازم اكلمه على الالوان، لازم اكلمه على كذا. هنتكلم عن الحاجات دي قدام. فلو كلمته عن الحاجات دي كلها يعرف يظبط لي الكلام ده كله. هوريك خلينا مع بعض، وخلي الاسئله الاخر وانا معاكم والله اللي انتوا عايزينه وانا ليكم. تمام. وهفتح لكم الجروب ونسال عليه كمان ونتكلم براحتنا. مصمم الاي اي اكثر ابداعا. الصوره دي، يعني دي تاني حاجه. قلنا اول حاجه ان هو مصمم سريع. مصمم سريع. التصميم ده لو انا كنت اعمله، كان ممكن اصلا اقول للعميل اللي انا عايز مصور، انا مش لاقي الصوره مناسبه، او اجيب الصوره واروح اجيب ايد واحد تاني واركبها واعدلها، واقعد ارسم الجزء اللي ناقص من الدراع، واعمل مش عارف ايه. ليله طويله وموال ما يعلم بالله ربنا، واظبط في الظلال وامسح فيها. انا كتبت برومت طلعت لي ايه، الصوره والمنتج بتفاصيله كلها بشيء من الدقه عالي جدا. المصمم اكثر ابداعا. الصوره ديت لما قال العميل لماذا برايك اختار المستثمرون العرب اسطنبول، انا فاكر انا غمضت عيني. يعني شوف احنا وصلنا لايه. غمضت عيني وتخيلت شخص خليجي واقف ماشي على بساط من الذهب، قدامه بوابه ذهبيه، البوابه ديت جواها معالم اسطنبول. شيء من الخيال. جميل التصميم وبسيط. والواحد برضك عشان هو بيتفرج على الصميم كتير الحمد لله، نتكلم برضك على اهميه التغذيه البصريه، فواضح قدامه التصور. تمام. هنتكلم، خلوا الاسئله في الاخر وانا اقول لكم على كل حاجه ان شاء الله. ماشي. فكتبت البرومت، كان البرومت ده على ليوناردو. ماشي. وطلعت لي الصوره دي من اول نتيجه تقريبا، من اول مره يعني. كتب العملاء، انا قلت ما شاء الله، قلت ايه ده، كبرت الله اكبر عليكم. العملاء برضو ايه الابداع ده. بقى العملاء في كل تصميم بعمله يقولوا ابداع، رائع، جميل، ممتاز. كل تصميم، يعني مش بقى تصميم عادي وتصميم نص نص. انت بقيت في كل تصميم تعمل اكنك عامل فيه شغل مكسر الدنيا. وعادي انا بقول للعملاء انا شغال بالاي اي والله ما فيهاش مشكله خالص خالص نهائيا، يعني ما فيهاش اي احراج. لو عميل عنده مشكله في الاي اي،
عنده مشكله في تفكيره. يعني دي نقطه، يعني يبقى هو عقليته نفسها. يعني انا زي مثلا اللي بيقول، واحد بيقول ان لو انت اكتشفت ان الموظفين بتوعك بيستخدموا شات جي بي تي في اغلب المهام، هتعمل ايه؟ واحد قال هرفده. واحد تاني قال لك انا اصلا عامل اشتراك لكل الموظفين على شات جي بي تي. هيطلعوا نتائج احسن. هيبقى شايفين الفرق بين عقليه اللي قال هيرفدهم واللي قال ان انا مش عارف هعمل معاهم ايه. تصميم تاني، تعديلات مرنه. من المزايا ان العملاء بيستفيدوا منها مع المصممين، ان التعديلات مع المصمم مرنه. انا عايز اعدل على التصميم ده عملت التصميم كان فيه البدله ديت والشكل ده. هو بيتكلم التصميم عن ايه يا شباب؟ سامعني يا شباب؟ محمد بيقول الصوت بيقطع، اتمنى ما يكونش عندي. سامعني الحمد لله. طيب تمام، كله تمام. الصوره ديت يا شباب كانت للفاشون ديزاين، تمام، لتصميم الازياء. حلو. فالعميل بعد ما شاف الصوره، ماشي، كانت صفحه تانية يعني بس هو نفس التصميم يعني، قام قايل لي انا مش عايز صوره بدله. انا مش عايز صوره بدله عشان اصلا اغلب المهتمين بالجامعات، ال- الجامعات ايه، ان شاء الله يظبط يا شباب. المايك شغال كويس اظن، مفيش اي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله تسمعوني كويس. ماشي. اللي من المهتمين بالجامعات اللي هي بتاعت الفاشون، هم البنات اللي بيهتموا بمجال الازياء البنات. فانا مش عايز بدله، انا عايز فستان. تخيل بقى لو انت كنت في التصميم ده بقى قعدت ساعه تدور على الصوره ديت وتظبط الوانها مع الوان البراند، وتجيب الصوره بتاعت اللوحه ديت وتحط عليها رسمه بدله، ومش عارف تركب الحاجات على الارض، وتيجي تقول للعميل طب انت ما قلتليش من الاول ليه؟ انت ما فهمتنيش ليه؟ ده انا طلع عين امي، ده بص احسبها عليك تصميم جديد. اقسم بالله انا فاكر يعني. انا بس هو ما كانش تصميم مع البراند ده يعني، بس انا بضرب المثال لان الصوره الثانيه كانت راحت. آه، كل اللي انا عملته لما قال لي كده قلت له دقيقه، واقل من دقيقه دخلت الشات جي بي تي قلت له عدل لي البرومت ده، خليها فستان بدل البدله عشان هنوجه التصميم للبنات. قمت واخده وطلع لي الصوره دهيت، حددتها حطيتها في التصميم وريتها في ثواني. والله العظيم في ثواني. ماشي. وهو معايا قلت له بس انا هغير يعني، قال لي لو فيها مشكله، لو فيها تعب، لو في، قلت له بس استنى بس اصبر علي. دخلت قلت له هغير بس الكلمه من هنا اول هنا، رسم لي الفستان، حط لي الصوره، رتب لي العناصر، دي صوره ودي صوره ثانيه مختلفه. والله ما خدت مني دقيقه، بالتعديل بالبتاع بالكلام ده كله في ثواني. فهنا بنقول ان المصمم العميل هو عايز مصمم بيشتغل بالاي اي. هرد عليه بسرعه في التعديلات، مش هقول له استنى بقى لبكره بقى انا جبت اخري كده النهارده في التصميم ده. صح ولا مش صح؟ دي حاجه لازم ناخد بالنا منها. العميل محتاج المصمم اللي مرن في الكلام. لا انا التايبوجرافي لوحدي بكتبه، انا باخد الصوره. انا يا شباب بنستخدم الاي اي لحد الوقت الحالي يعني في توليد الاستوكات، مش الصوره كامله. يعني خليك رايق كده وحلو، عشان هو هيتعب قوي لو قلت له حط لي الكونتاكت تحت، وحط لي الخلفيه كذا، وحط لي اللوجو هنا. هتتعب معاه جدا وهيتعب هو معاك جدا. انا بقول له هات لي الصوره بخلفيه بيضاء معزوله عشان اعرف احددها بسهوله. بقول له هات لي الصوره بخلفيه بيضاء معزوله. معزوله ديت يعني اصلا الاطراف بتاعتها تبقى شارب جدا وفيها كونتراست مع الخلفيه. فمجرد ما بتكبس على اداه التحديد ولا غلطه في التحديد بتطلع معاك الصوره مظبوطه. الله عليك يا عم محمد. تمام يا شباب. ايه كمان؟ يفعل المستحيل. ايه رايكم؟ يكتشف الغامض او المستحيل. ماشي. الاداه اللي انا استخدمتها في التاني ده عملته تقريبا الموديل بتاع نانو بنانا. ده اللي انا استخدمته، انا كتبت برومت وعملتها. هوريكم البروسيس دلوقتي ان شاء الله. ماشي. فهو يفعل المستحيل. عميل بقى هنتكلم ان شاء الله، اقول ازاي بنكتب البرومت، بس خليكم معايا. الصوره دي لمنبر الاقصى، عايزين مكان متكسر، الارضيه متكسره مهدومه من اثار الحرب في غزه، خيمه طبيه فيها دكتور، واحده دي لوحدها كمان، دي جت في الاخر، دي ما كانتش موجوده في الديزاين. ماشي.
فعايزين التفاصيل ديت كده، وهنكتب هنا مؤسسه منبر الاقصى الدوليه. دورت والله، دورت كتير يعني، دورت الصور. اللي بيصور في الحرب ما بيبقاش ماسك العدسه ومركز، اللي بيصور في حاجه زي كده ما بيبقاش واخد باله من الكومبوزيشن والبتاع والكلام من ده يا شباب، مش دايما. دورت ما لقيتش. ماشي. ففي الاخر خالص لقيت الصوره دي، عملت الصوره دي بالاي اي، وقالت لي انا عايزه بنت، عايزه بنت. تمام. والله هم اللي مدين المحتوى يا استاذ عبد الناصر. بنت من ظهرها ماسكه كرتونه، الكرتونه ديت اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الخدمات الطبيه وعليها اللوجو بتاعتها. تمام. آه، بس موضوع بسيط جدا، فيفعل المستحيل. ما هو بقول لك العميل قال لك انت لا ما تستخدموش، طب انا مش هعمل لك المستحيل. انت مش عايز الاي اي، هجيب لك صوره الكومبوزيشن بتاعها ضعيف، التحديد بتاعها صعب عليا، ما هيش متسنطره، ما هجيب لك الصوره مقصوصه، جيت ادور على النت لقيت الخيمه نصها طاير، ما هكملها لك بالاي اي، ولا كمان التكمله دي معترض عليها. فيبقى وضع غريب جدا ان المعترض ده والله العظيم يبقى شخصيه غريبه جدا يعني. تمام. هي بس المشكله يا شباب ان هم بيعترضوا لان احنا بنستخدم احيانا صور مش واقعيه. ما انا مش عايز اللي يشوف الصوره يقول لي الصوره كرتون، هي اضاءتها لاسعه كده ليه، هي اي اي. اقول له اي يقول لك ما تستخدمش اي اي. انا لو مستخدم موديل ما بيطلعليش صور رياليستيك واقعيه، حق العميل يقول لي كده، حقه. فده غلطتي لو ده برضك. شوف السبب، هل هي عقليته يعني، ولا هي الصور الكرتونيه اللي انا بستخدمها؟ خدوا بالكم الحته دي كويسه. تمام. طيب، دي برضو عميل قال لي انا عايز طلاب لابسين هودي، مش عارف، قاعدين على كراسي في غموض، في مقعد واحد فاضي في الدور، عايزين نوصل احساس الندره. هو ما قاليش الفكره وبس، يعني هو قال لي عايزين فكره. كنا عاملين فكره قبل كده مع نفس العميل لخدمات تعليميه، كانت كراسي فاضيه وفي كرسي محدد. هنا بقى لا، حطينا ناس كده كلهم لابسين هودي كده وقاعدين على الكراسي، وفي كرسي واحد اللي ناقص وعليه هايلايت من الجوانب ومش عارف ايه. ماشي. كل ده مش سهل ابدا. كان زمان مستحيل فعليا، زمان مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده، مش سهله خالص. يا اما ان انا اروح مكان واقعد الطلبه واصورهم واعمل كل ده، وشوف بقى الميزانيه. تمام. العيادات الاندلسيه، مش فاهم العيادات الاندلسيه. طيب، المصمم حاليا بتاع الذكاء الاصطناعي هو فوتوغرافي وبيشتغل 3 دي وعنده استوديو اضاءه في البرنامج بتاعه. تمام. كل حاجه انا ما عملتش اي حاجه، انا ما عملتش اي حاجه، بس الكتابه بس. تمام. فريلانسر للتايبوجرافي، ممكن بس زودت طبقه لون بس عليه. فريلانسر للتايبوجرافي وكاتب محتوى. انت بتاخد دلوقتي صوره تحطها بس على شات جي بي تي وتقول له اكتب لي كابشن للبوست، قول له انا عايز 50 عنوان للبوستات بتاع السوشيال ميديا، اتفضل. موضوع يا شباب، انا يا احمد انا باخد صوره بس، انا ما باخدش بقيه العناصر، بقيه العناصر انا مثبتها، بديله الالوان، بديله الحاجات دي. خلينا نبعتها على الجروب يا محمد بعد ما نخلص نشوف ان شاء الله، من عينيا يا باشا. طيب، ازاي اكتب برومبت صح؟ نروح بقى للسؤال. انا عايز اكتب برومبت صح، ما بعرفش اكتب برومبت. خلينا كده نشوف مع بعض الصوره دي. الصوره ديت نتخيل او نتصور ان انا غمضت عينيا كده، تخيلت المشهد ده. الصوره دي مش موجوده، الصوره دي في خيالنا دلوقتي. انا عايز اعمل صوره ل... للصوره دي، للمكان ده. انا مش هقول فيها اي تفصيله، انا بعيد عن الكتابه، لغه الكتابه الموضوع خالص. انا هعمل خلفيه واكتب انا عليها. تمام. فقولوا لي يا شباب، حد عامل شير غيري ولا ايه؟ استنى، انا قافل الشير، فرض يعني. يا كريم يا رب. السماح السماح، لا مفيش حد يعمل شير غيري المفترض. اه والله، اهي قفلتها. جزاك الله خير. اكتبوا لي كل واحد يكتب لي جمله حتى، يعني مش شرط الوصف كامل. اكتبوا لي ايه اللي انا ممكن اتخيل بيه الصوره زي دي. اكتب اللي ببالي واخلي الشات جي بي تي يعدل ويسالني. ممتاز، دي حاجه جميله جدا. ان امجد بيقول انا هكتب مثلا على سبيل المثال ده طريق، انا عايز صوره طريق للمدينه الفلانيه واعمل لي مثلا. طيب، حد تاني ممكن يعمل حاجه برضك؟ وانت مش انا اللي كاتب، مش انا اللي عامل تصميم والله.
ده خط، ده خط. تمام. فين ازاي دي الخط ده اسمه ايه؟ هقول لك والله، فكرني بعد ما خلاص ابعت لك على الخط. مدينة عصرية. ماشي. طريق فيه مضمار ومشي وجري. ممتاز يا ياسر. حلو حلو. إيه، قولوا لي الإضاءة. طب حد يقول لي الإضاءة ايه نظامها؟ الإضاءة لو عايز اوصف الإضاءة دي هقول له إضاءة ايه؟ طريق فاضي مع طريق للدراجات. جي بي تي اللي انا عايزه، وبعدين اطلب منه يعمل البرومبت لموديل ذكاء اصطناعي. ماشي. ما انا بقول لك انا ممكن، احنا كتير جدا. هو شات جي بي تي لو انت قلت له اعمل كده بيعمل. دي المشكله، ان مش كل الناس بتعرف تقول له ايه. وقول لي لو في حاجه تانية انت عايزها زي ما امجد قال. لا، في ناس بتكتب له انا عايز واحد اثنين ثلاثه، يكتب له برومبت، كتب له البرومبت. كان في عناصر كتير تجاهلناها. اضاءه غروب هادئه. ممتاز. ممتاز يا فاطمه. اضاءات صباحيه. ممتاز. ممتاز. طيب، ممكن نوصف البيوت ديت بايه؟ البيوت دي، حد يقول لي حاجه على نوع البيوت دي. هل في حاجه غير ان هي عصريه؟ آه. طبيعه خضراء مع طريق صحراوي. انا مش شايف صحراء. ممكن في الاخر يعني. تمام. طبيعه خضراء على جانبي الطريق مثلا. حلو. وسط البيوت. مدينه عربيه. ممتاز يا امير. عربيه عصريه في مكان مفتوح. فيه هنا زخارف عربيه باينه في المكان. تمام. مع طريق، مع مكان مفتوح وشجر ممر. حلو. الشروق. تمام تمام. اضاءه سينمائيه. لا مش سينمائيه دي خالص يا زينب. تمام. اضاءه ديت اضاءه ايه؟ شمس يعني. قطاع عرض للطريق في مدينه راقيه. ممتاز. طيب، حد يوصف لنا الراجل اللي ساعة عجله دوت مسكين محدش بص عليه. اه. قولوا لي يلا تفاصيل تانية. دي او في فور ستريت ان ذا مورنينج. تمام. حلو. وصف المكان، تحديد الاضاءه، الستايل ومستوى. ممتاز يا عم احمد. عايز بناء راقي. مطلوب مني توليد صوره عباره عن مكان سكني باضاءات دراميه تدل على السكون. ممتاز. السكن ده نوعه ايه؟ هل البيوت ديت في امريكا؟ هل هي في عمان؟ هل هي في السعوديه؟ هل هي في تركيا؟ المهم ان انا احدد. تمام. لدي محتوى بوست السوشيال ميديا. لا. بيوت عربية. ممتاز. طيب أسألكم سؤال تاني. شجر هنكتبه ولا لا؟ نكتب إن في شجر. نكتب إن في فيلا العربية. طيب، زاوية التصوير. كاميرا صورة منين؟ هل أنا طالع فوق كده ومصور بدرون؟ ولا أنا واخد الوضعية من تحت كده اللي هي الأنت بيسموها أكن أنا نملة وحاطط الكاميرا على الأرض ومصور؟ ولا هي الأي ليفل اللي هي مستوى العين؟ ولا لازم تحدد. بي او في اي ليفل. ايوه ممتاز. جميل جدا. ممتاز يا شباب. احسنت. ممكن طريق ذهاب وإياب ولازم يكون إشارة دولة معينة. ماشي. ممتاز. أظن الشباب اللي معانا تمام شايفين الشباب بيوصفوا إزاي، يعني عمالين بيتكلموا في تفاصيل دقيقة. إزاي اللقطة وايد؟ هل دي وايد يا زينب؟ أدرى يا عم سعد، أنا ماليش في التصوير أوي. لقطة وايد عريضة. تمام. ممتاز. آه من تحت الإظهار، الغروب والبيوت بشكل أكبر وواضح. بس دي مش من تحت، يعني الزاوية دي بس لو أنا متخيلها كده فهي مش من تحت. تمام. اه. زينب بيقول لا ده مش وايد. طريق يمشي فيه رجل بالدراجة، وعلى جانبي الطريق بيوت بالطبع عربي، ويوجد أشجار طبيعية. ممتاز. وتكون إضاءة واضحة وقت الشروق، وتكون زاوية التصوير أمامية لزاوية العين. ممتاز يا عم عمرو. أيوه كده. شايفين يا شباب الوصف؟ أنا لما هوصف بقى أديله تفاصيل، وهقول له في الآخر زي ما أمجد قال لو أنت عندك أسئلة تانية قبل ما تديني البروم اسألها لي. فشات جي بي تي بتعمل كده. انت اديتني معلومه ناقصه، انا هكمل من مزاجي. لكن لو انت قلت لي ما تكملش لما تقول لي، لما تاخد مني بقيه الاجابات هيسالك الاول. ماشي. منظور عين السمكه او عين الصقر. عين الصقر دي اللي من فوق. عين السمكه دي اللي هي الزاويه الواسعه. ممتاز. فكل ديت ايه؟ مناظير معينه. مش ده المنظور، ده عدسه التصوير. ده مكان التصوير. مكان التصوير. صح اظن يعني. تعليق مش بنهزر ليه يا هندسه؟ يعني إيه مش بنهزر يا عمور؟ برسبكتيف. اه الكومبوزيشن يا شباب، التكوين بتاع التصوير. ماشي. في قاعده الثلاث اتلات، وفي قاعده في ليها قاعده وليها برسبكتيف معين، منظور معين. الخطوط كلها بتودي لنقطه واحده في النص. في سيمتريه في التصميم.
فانا ممكن اقول له كده، انا اقول له إن نخلي التصميم نصه من فوق سما ونصه من تحت ايه العناصر بتاعتي. اه، ما العنصر الاساسي ايه هنا؟ هو فراغ. العنصر الاساسي عندي فراغ، انا عايز مكان فاضي، الطريق هو العنصر الاساسي. تمام. طيب ممتاز جدا يا شباب. طيب خلونا نجيب تصميم في عنصر. ها، قولوا لنا. انا مش كاتب انا الصوره يا مريم، انا بس عايز اوصل للناس اللي مش واصل لها فكره ان احنا عشان نطلع صوره معينه لازم نوصفها بالظبط. دي صوره برضو انا متخيلها دلوقتي، انا مش عايز اقول انا لو خدت الصوره دي في شات جي بي تي دلوقتي هيطلع لي، هيقول لي كل وصف عنها، هيقول لي كل كلمه عنها. بس اللي انا عايز اقوله ان انا لو عايز اعمل تصميم لازم اهتم بكل تفصيله انا متخيلها، مش بقول له ربع معلومه. قولوا لي هنا يا شباب نكتب ايه عشان نطلع حاجه زي كده. ممتاز. 9 أزرار بطريقة كيبورد خيالية. ممتاز. ها، حاولوا حاولوا بس نحاول مش أكتر. كيبورد أزرار عليها برامج أدب. ممتاز. ها. الملمس، تكتشر بتاع الكيبورد إيه هو؟ أحمر شفاف عليه أزرار. أيوه ممتاز يا ياسين. ياسين برضو قال معلومة جميلة، الكيبورد دي ديناميكية، دي نوع الكيبورد نفسها. تصميم 3D. ممتاز. مختلفة البرواز. ممتاز، بلون أحمر. كل زرار مكتوب عليه إيه؟ ممتاز جدا. برنامج ادوبي على شكل ازرار، جهاز صغير. ده كلام شات جي. بص في نقطه في الاخر يا عم علي، يبقى ده كلام شات جي بي تي. انا عايزكم تفكروا والله. انا يعني هو بص، هو علي عايز يقول ايه؟ ان احنا خدنا الصوره دي دلوقتي ورحنا هنا على جي بي تي اهو، وكتبنا له الكلمتين دول، هيكتبهم هيطلعهم لنا. عارفين؟ بسم الله. راح فين راح فين؟ اظن هنا. عملتها في مكان ما والله، بس نسيت فين المكان. يلا ما علينا، مش مشكله. خلينا نفهم الفكره بس اللي انا عايز اوصلها لكم. اللي انا عايز اوصلها لكم ان احنا واحنا بنتخيل، ماشي، اه واحنا بنتخيل ايه، ناخد بالنا من كل التفاصيل. الزرار، في زرار مكتوب عليه ازرق مكتوب عليه فوتوشوب، في زرار تاني اصفر مكتوب عليه كذا، او الازرار ديت هتكون باسماء البرامج بتاعتنا. تمام. فدي الفكره برضه كان يوم رمت يا عم محمد. ماشي ممتاز. انا اللي انا عايزه اقوله مش ان انا اخد برومت من صوره، دي حاجه. اللي انا عايز اقوله انا متخيل حاجه في راسي وعايز اوصفها، فعايز اوصل لكم ان احنا لما بنوصف حاجه بنكتب فيها كل تفصيله. فاهو لابد تكون في اي برومت، اي برومت لازم يكون فيه العناصر دي. خد سكرين شوت بقى. طبعا في حاجات اكتر يعني، بس احنا بنقول بسم الله دي اهم يعني اول حاجات لابد تكون موجوده في اي برومت. تمام. اول حاجه عندنا وصف العنصر الرئيسي بتفاصيله. انا مثلا عايز احط الساعه ديت في برومت، هقول له والله الجلد بتاعها ده مش عارف، الاستيك بتاعها جلد، الاستيك بتاعها مش عارف لونه اسود، الملمس بتاعه مش عارف كذا، الجوانب بتاعتها حديديه، اللي مش عارف ايه، كل الكلام ده. تكوين الكومبوزيشن بتاع الزاويه، الزاويه دي مثلا، ماشي، انا مصور من تحت بس الزاويه بتاعتي ايه؟ تقريبا 30 درجه فوق شويه لان الزراير باينه. يعني انا كده ماشي، كده اللي فوق مش باين كده، 30 درجه، 45 درجه، وهكذا. في كل دي تكوينات يا شباب. كده 45، كده 30، كده فرونت مفيش حاجه هتبان، طب كده 30 هتبان. الزاويه بتاعتنا هنا 30 درجه، 45 درجه، وهكذا. فلازم نركز على الحاجات دي. تمام. مكتوب من جنب ادوبي، العناصر بتاعت الكيبورد من جوه باينه، الاضاءه بتاعتي ناعمه. تمام. كل دي حاجات لازم تكون موجوده. الخلفيه بتاعتي خلفيه بيضاء. تمام. نورنا يا عم سعد، نورنا يا باشا والله. الخلفيه بتاعتي هل هي بيضاء ولا لونها ايه؟ ها، هل هي حمراء؟ هل هي خضراء؟ هل هي معزوله؟ هل هي منظر في الشارع؟ هل هي كذا؟ خدوا بالكم كلمه بيضاء معزوله، بيضاء معزوله
دي كده اكتبوها كده، حطها في جنب، حطها في اي برومبت، هيجيب لك صوره بتتحدد بكبسه زرار. كبسه زرار لو ما كتبتهاش ممكن يجيب لك، يخلي التباين بين الصوره بتاعتك وبين الخلفيه ضعيف، فتيجي تحدد تلاقيه مش التحديد داخل جوه شويه خارج جوه شويه. انما بتقول له انا عايز الحاجه بتاعتي ديت بيضاء، الخلفيه وايت ايسوليتد اللي هي بيضاء معزوله، بالتحديد بيطلع لك الحاجه بضغطه بس. انا فاتح الكاميرا والشير ان شاء الله تكون شايفهم الاثنين. الخلفيه الاضاءه ناعمه حاده مش عارف لون معين بتاعت مثلا الهاكر ديت، كنت بقول له اضاءه من جنب زرقاء او اضاءه من جنب حمراء. تمام. طريقه التصوير احيانا لو انت مش عارف الحاجات دي يا شباب، احنا ان شاء الله هندرسها برضو، كان في كورس ان شاء الله بندرس فيها الحاجات ديت. لكن اللي انا عايز اقوله ان الحاجات دي هي في ليها كتاب اصلا، فيها لها كتاب ان شاء الله نشارككم معاكم في الكورس، بحيث تعرف كل حاجه من دول الانواع المختلفه. تعرف مثلا على سبيل المثال الزوايا بتاعت الاضاءه، واعمل سيرش جوجل، يعني جوجل برضو على النت يا شباب موجوده الكلام ده كله. كل الخامات بتاعتي، هل الخامه دي بلاستيك ولا الخامه دي مثلا على سبيل المثال بتاعت ريفلكتد لامعه بتلمع مثلا، ولا الخامه ديت مثلا ليزر مثلا جلد، ولا الخامه دي ايه. تمام ان شاء الله بالتفصيل طبعا اكيد يا ميساء، انت طبعا من اول المشتركين يعني. طيب عندنا برضو العناصر الاضافيه، في حاجه تانية موجوده على الارض تصميم، يعني خلاص كل ده عمالين بنتكلم في العنصر والاضاءه والتكوين والمش عارف ايه، هل في حاجه تانية؟ هل في الوان معينه؟ بيشيل الخلفيه. هل في الوان معينه يا شباب اشتغل عليها؟ الوان الهويه بتاعتي انا بحط له في البرومت اصلا اللون بتاع الخلفيه بتاعتي او الستايل، ايوه بالظبط. هل في مساحات فارغه، مكان انا عايزه؟ انا بقول له دايما في التصميم، انا بقول له اديني صوره بيضاء بس من فوق، خلي لي سيب لي مكان في الكتابه، يعني اديني الصوره بس سيب لي مكان اكتب فيه، ماشي، عشان ما يجيبليش الصوره ايه واخده التكوين. انا عامل التكوين بتاع الانستجرام وعايز الصوره في المكان بتاع الصوره، والمكان اللي فوق سيبه لي فاضي. فمهم جدا ان انا اقول له سيب لي مكان فاضي. النيتف برومت حاجات انا مش عايز، ما تحطليش كتابه. كان في الموديل انا ما بكتبش حتى بالموديل الجديد انا بحب اكتب الكتابه بايدي وبختار الخط بنفسي، فما تكتبليش. امال انا مش عايز كتابه في التصميم، مش عايز لوجوهات في التصميم. انا احط اللوجو، انا بعرف اصمم والله، احط انا اللوجو، فسيب لي اللوجو. ما انا مثلا ما بستخدمش صور اشخاص بوشهم، فبقول له ما تجيبليش حد بوش، ماشي. قول له قول له على الحاجات اللي انت مش مش عايزها في التصميم. طبعا جدا جدا، انا دايما بديله اصلا الهيكس كود بتاعي، انا باخد سكرين شوت من الالوان من الفوتوشوب، هو بيفهم، هو بيكتبها هو لوحده كمان، يعني هو بياخدها وبياخد منها الهيكس كود ويحطها في البرومبت. هوريكم الكلام ده ان شاء الله. طيب من اين كان يبدا التصميم؟ زمان من سنه تقريبا كان التصميم بريف، ثم تغذيه بصريه، ثم عصف ذهني، ثم تجميع الصور، ثم التصميم. صح؟ محدش كان بيعدي حاجه من دول تقريبا، ما اعرفش اذا كان في حاجه اضافيه ولا. بريف مع بغذي بصري وعصف الذهني وتوليد الافكار، بجمع الصور اللي استخدمها بقى اشتغل عليها واصمم واسلمها للعميل. ايه اللي اتغير؟ مين اللي يقول لي؟ مين يقول لي ايه اللي اتغير؟ اكتب لي على الشات. ايه اللي اتغير وبقى ايه؟ تجميع الصور تمام، بريف تصميم فقط. مفيش تغذيه بصريه خالص يا عم عمر خالص. السؤال يا زينون، انا زمان كان الواحد بيجيب بريف تغذيه بصريه عصف ذهني يجمع الصور صمم. دلوقتي في حاجه اتغيرت، ايه الحاجه اللي اتغيرت؟ كتبت البرومبت ماشي، العصف الذهني مع شات جي بي تي حلو، ممكن نحطه هنا ماشي، بس لسه في عصف ذهني، انا اقصد ان لسه في عصف ذهني. الذكاء الاصطناعي بيساعد بالتغذيه البصريه، مش بالتغذيه البصريه، بتوليد الافكار يا احمد اظن، لان هو بيولد لي، انما مش هو اللي بيجيب لي الفكره، التغذيه البصريه بتيجي من بره. عصف ذهني، العصف الذهني كلهم بقى مرحله واحده، كلهم لا مش كلهم، عليه انا اعترض. العصف الذهني بقى بيجي من البرومبت، العصف الذهني بقى بيجي من البرومبت، لا عصف الذهني لا، مش العصف الذهني. تجميع الصور، تجميع الصور، تجميع الصور، الله عليكم. ممتاز، تجميع الصور، ممتاز ممتاز ممتاز، احسنتم. بريفت شويه تغذيه بصريه، ممكن الذكاء الصناعي يديني اياه افكار من التغذيه البصريه والتصميم، بقى اسرع واسهل عشان تجميع الصور بقى اسهل بالاي اي. بريف اولا طبعا، اي فكره بخيالك تبقى في شات جي بي تي وهتنبه.
ماشي جميل جدا. طيب خلينا نقول كيف من اين كان يبدا التصميم؟ المفترض اغير دي معلش، يعني نقول كيف اصبح يبدا التصميم، صح؟ ايوه المفترض، معلش غلطتي في البرزنتيشن اغيرها ولا مش لازم؟ انتوا ان شاء الله مش مشكله. كيف اصبح يبدا التصميم او كيف اصبح التصميم؟ بريف، لازم بريف. ما هشتغل ازاي من غير بريف؟ ها، هشتغل ازاي من غير بريف؟ هعمل ايه؟ داخل انا اعمل ايه؟ مش عارف انا بعمل ايه اصلا، فلازم اعمل يديني بريف عشان ابقى عارف انا بعمل ايه. تغذيه بصريه مفيش افكار، هتدخل لشات جي بي تي قول لي اكتب لي افكار، اقسم بالله يعمل لك افكار ما تتشاف، حتى ما تتشاف. ماشي، ان انت تسيب له كده مش مشكله في كده كمان، المشكله ان انت مش شايف الافكار اللي هو بيديها لك، يعني دي مصيبه تانية. انت تقول له هات لي 10 افكار للتي او في ده، للنص بتاع التصميم ده والبريف ده، ماشي، وبعدين يقول لك في ميزان هتحط على اليمين كذا وعلى الشمال، مش شايفه، مش متخيله. لابد قبل ما اشتغل، لابد المصمم الشاطر بيتفرج كتير، دي قاعده متاصله وستبقى وهتبقى. المصمم يا شباب بيسرق، هتفضل تسرق كمصمم ماشي، من ايام بابلو بيكاسو. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ارت السيفت او ارت السيفت، التصميم هو السرقه، الفن هو السرقه. هتسرق حلو، هتصمم حلو، ده مش هيتغذى، ده مش هتطلع حاجه، مش هيبقى عندك افكار اصلا تولدها بالاي اي. فلا بد ان انت تفكر يا شباب. بنترست يا محمد، تمام. طيب في تغذيه بصريه، عصف ذهن. عصف الذهن اللي هو يا شباب ان انا بشوف افكار للحاجه اللي انا عايزها، وممكن اخد حته من هنا على حته من هنا على حاجه من هنا على مش عارف ايه من هنا، ادور على فكره معينه للبريف بتاعي احاول اطبقها. التغذيه البصريه دي ممكن تكون عامه، ممكن تكون للبراند كله. العصف الذهني ده انا خلاص عايز فكره حاليا عشان اطلع بيها فكره، بدور على ريفرنس للتصميم بتاعي. بعدين اللي اختلف من وجهه نظري، بعد ما انا خلاص بقيت عارف انا بعمل ايه، سواء انا ممكن استخدم الاي اي في العصف الذهني وادي له بريف، ماشي، واغذي بصري. ما هو بيغذيش بصر، هو ما بيعملكش تغذيه بصريه. هغذي بصري من بنترست، بعدين اساعده في العصف الذهني، اقول له اديني افكار واعمل لي كذا كذا. اخر برضك هروح فين بقى؟ هنا هناك انت تجميع الصور، جمع الصور، اشتغل بقى، طلع العده بتاعتك بقى، فوتوشوب، ليبليشن، عارف ايه، هات لي ليرات 20 لير 50 لير، اضرب ادمج اخلط، اضربهم في الخلاط طلع ديزاين. دلوقتي لا، انا خلاص بعد ما ولدت الفكره بقى عندي عصف ذهني، اكتب بقى ده المختلف دلوقتي. انا دلوقتي بره في الشارع ومعايا البريف بالتابلت، عملت الصوره الرئيسيه بتاعتي بالموبايل، عملت الصوره الرئيسيه بتاعتي، روحت حددتها، حطيتها في فوتوشوب، السلام عليكم. الموضوع بقى كده، الموضوع بقى كده يا شباب، ودي حقيقه ما فيهاش حاجه. فانا بولد الصوره، وبعدين برضك لابد يعني اضيف لمساتي، ارتب العناصر، اكتب الكتابه بتاعتي واصمم. بعد ما اولد الصور فانا بصمم، ماشي. بالظبط كده يا عم عمرو. فتوليد الصور هو الجزء بس اللي اختلف، عشان بس محدش يقول هيستبدلنا. ما احنا مين اللي هيجيب البريف من العميل؟ مين اللي هيعمل تغذيه بصريه؟ مين اللي هيعمل عصف ذهني؟ هو في واحد بيستخدم الاداه دي، في واحد قاعد مشغل الروبوت قدامه زي ما قلنا في اول البتاع. مش الموزه هي اللي هتقعد تعمل كل ده، ما لازم حد يشغل الايه؟ الموزه. فاحنا هنشغل احنا الموزه ان شاء الله، تمام يا شباب. التصميم اصبح اسهل، لكن مين من قام باستخدامه؟ مين اللي قام؟ ماشي، هم فصحى مش مشكلة، غلطة. مين اللي قام باستخدام التصميم؟ مين اللي عمل؟ كم واحد يا شباب عمل تصاميم باستخدام ال AI وحطها في معرض أعماله حتى الآن؟ خلينا نعمل بول ونشوف. هو سؤال صعب معلش، يمكن يكون تأنيب ضمير. استنى يا عم، استنى، هنعملها في البول والله. اديني دقيقة. مين بس؟ اهو أنا مش أنا، أنا مش أنا، عشان بس نعمل مقارنة يبقى الموضوع سهل وحلو. أيوة. شاركوا في البول يا شباب، ماشي. مين عمل تصاميم باستخدام الاي اي وعمل معرض اعمال كده يرفع الراس؟ ماشي، ما احنا قلنا عشان نصمم وعشان نجيب عملاء ان شاء الله، اول خطواتنا ان انا ايه؟ اعمل اي اي، والاي اي بقى ضارب. طب انا لو قعدت دلوقتي كده اسبوع هعمل لي 30 تصميم احطه في معرض اعمال، ماشي. فالموضوع بقى اسهل، بقى اسهل يعني. احنا حاطين خطه في الكورس ان احنا نعمل 60 تصميم، الكورس الجديد 60 تصميم بس في شهر. انتوا مش طريقكم بقى.
ممتاز يا عم ايوب. معانا تعادل. كويس والله، انا فرحان والله، فرحان جدا بالنتيجه ديت. ان في ناس بدات الخطوه الحمد لله واستخدمت الاي اي. تسلم يا عم مالك، مالك حبيبي. استخدمت الاي اي ان هي بالفعل عملت بيهانس، عملت بورتفوليو. ما ده دوره، ده هستخدمه ولا هقعد اتفرج وانبهر واقول هيستبدلني؟ في شباب اهوت الحمد لله هم ما وقفوش يتفرجوا، هم استخدموه وعملوا بشغل وحطوا في معرض اعمال. انا معانا على الجروب علي حسن، والله الله يصلح حاله ويكرمه. آه انا بشوف علي كل كام يوم على الجروب بتاع الخريجين عامل تصميمين 3 وهميين وينزلهم. فرحان جدا بيه والله، فرحان جدا بيه، وان في تصاميم كتيره فيها الاي اي. انا فرحان جدا ان هو بيستغل الفرصه والطفره ديت، لان احنا لو ما سبقناش فيها تمام غيرنا يسبقنا. لو انا دلوقتي ما خدتش الفرصه وعملت البورتفوليو، في غير هيعمل البورتفوليو، والعميل لما يجي يقارن بين شغله وشغل حد تاني هيلاقي واحد تاني شغله توب وفي حركات وبتاع، وعشان مستخدم الاي اي، وانا عشان مش مستخدمه لسه مستواي ايه تحت، او مستواي على النظام القديم ما عادش على النظام الجديد يا شباب. ف... فبس كده يا شباب يعني. خلينا نسيب لكم وقت الاسئله برضو. الشباب اللي لسه ما عملوش يعني لو عايزين تشجيع، جميل والله يا محمد. الشباب اللي لسه ما عملوش، مش كلام الفنانين التانيين، لو انت عايز تعملها لوحدك تمام. لو عايز تعملها لوحدك وتبوظها كده، او انت جربت تعملها لوحدك وطلعت كده ماشي فتمام. لو عايز حد يساعدك فان شاء الله احنا عندنا كورس خاص ببرومبت تو اي اي، برومبت تو بوست. البوست الكورس ده هيبدا قريب ان شاء الله. تمام. يعني دورنا ان احنا نعمل ورشه، يكون كورس اونلاين مش مسجل، واول مجموعه بس اللي هتكون اونلاين. وفي الكورس ده ان احنا هناخد بعض كده ونعصر بعض شهر ونطلع لنا بتاع 60 تصميم جامدين ان شاء الله. يعني انتوا وجد عليكم، اللي عايز يضغط نفسه ويطلع بقى معاه بيهانس كده يرفع الراس يجي ينورنا. اللي عايز يعملها كده لوحده وربنا يعينه فبرضك والله حاجه جميله جدا. فلو عايزين مساعده احنا موجودين في الخدمه ان شاء الله. ابعتوا لي وانا ابعت لكم تفاصيل الكورس ان شاء الله يا شباب. فده الكورس بتاعنا ان شاء الله هيبدا خلال اسبوعين تقريبا، او يوم 10 في الشهر القادم، او يوم 11 بالظبط ان شاء الله. يا هلا يا هلا. بعتوا لي تفصيلها الخاص بقى، تفصيلها الخاص نورونا ان شاء الله. طيب المواعيد اهيت، وموعد انطلاق الكورس 12/10 وايه، والمقاعد محدوده، والمجموعه الوحيده الاونلاين، وفي خصم الاول 20 مشترك، اشترك منهم 6 الحمد لله. فشدوا حيلكم والحقونا باذن الله. ماشي تمام. ابعت لكم الرسوم والحاجات ان شاء الله. اللي عايز بس يبعت لي رساله الخاص وانا ابعتها ان شاء الله. لينك المحاضره اظن قبل ما اخلص، لينك المحاضره، وخلونا نديكم ايه، ايوه، واديكم اللينك هنا على الخاص. احنا قلنا المحاضره هتكون مسجله للي موجود معانا، وبرضك احنا معانا فقره اسئله لان انا عارف لسه في حاجات كتير قوي ما اتكتبتش. انا برضك حابب اشارك معاكم حاجه كمان، الا وهي ايه؟ الا وهي تجربه عمليه لحاجه لبراند. يعني ان شاء الله مش هطول عليكم فيه. انا بس عايز اعمل شير على منبر الاقصى، صح اسمه كده منبر الاقصى. اوريكم الاول خالص، اول ما ببدا الصفحه في شات جي بي تي انا بعمل معاه ايه عشان اطلع التصميم بتاعي. فخلونا نبدا من اول الشات، وخدوا بالكم انا كل براند بشتغل معاه انا اعمل له شات كده لوحده يا شباب. فشوفوا اللي عايز يشوف بقى ازاي برتب البرومت من الاول خالص يتفرج. اول حاجه انا بدخل اقول له انا شغال مع صفحه اسمها كذا، عايزين تصاميم السوشيال ميديا. انا هدي لك بعض التصاميم بتاعتهم والهويه بتاعتهم، الالوان بتاعتهم دي الالوان والهويه بتاعتهم. حطيت له سكرين شوت. انا عايزك تساعدني في توليد الصور عن طريق ان انت تديني برومت. هو قال لي تمام، قال لي حلو. هو لوحده كده شطر كده وايه واتجرأ وقام مديني حاجه عن البتاع. قلت له يا عم اصبر عليا واحده واحده، انا عايزك تديني حاجه للبوست ده. البوست ده اسمه ابسط احتياجاتهم غابت، قول لي بعض الافكار للنص علشان اعمله. هو برضك فيهم غلط او انا اللي فهمته غلط للاسف. فهو جاب لي افكار للنص، انا قلت له النص. فبعدين قلت له لا انا عايز افكار للتصميم ومش العناوين. هو جاب لي شويه افكار، بصيت عليهم بصراحه يعني ما فيش حاجه ايه. في واحده فيهم عجبتني، يعني العصف الذهني نفسه تم عن طريق شات جي بي تي. والعامله كانت بعت لي برضو ريفرنس، فانا اعتمدت على الريفرنس ده في الفكره. الريفرنس اللي هو ده جزء منه يعني.
بيوت مهدمه وفي سله، السله دي فيها مواد تنظيف. ماشي. المواد مش عارف اسمها مواد ايه، ليها شامبو ومناديل وحاجات زي كده مثلا. فقلت له تمام، اداني برومت. جربت البرومت، طلع معايا ايه؟ اوريكم ولا مستعجلين؟ ندخل على فيبك واستنوني دقيقه دقيقه، ان شاء الله خلص المحاضره في وقتها باذن الله. بس ايه، هنزل تحت شويه في الشات عشان اجيب لكم التصاميم ديت. ادوني دقيقه واحده عشان اوريكم هو طلع لي ايه، وبعدين انا عملت معاه ايه عشان يطلع لي نتائج ايه احسن. ان شاء الله قربنا كده، قربنا قوي اهو. تمام. طيب انا يا شباب اديته برومت وقلت له هو هنا في البرومت قال لي ايه؟ قال لي جاب لي شويه حاجات، دي طريقه برضو للتوليد يعني، لو انت عايز نتائج سريعه شويه. فهو قام مطلع لي صوره للايه اهي. يلا بسم الله. شوفوا يا شباب، هو طلع ايه؟ طلع لي النتيجه دي. ماشي، دي النتيجه اللي طلعت معايا. طلع لي شامبوهات ايد ممدوده كده وفي اسره ورا. ده اللي كان موجود في الوصف اصلا بتاع العصف الذهني. ده اللي كان موجود، ان هو ايه؟ سله بيضاء في منطقه التصميم مفتوحه تخرج منها ادوات التصميم مش عارف كذا كذا وكذا، الخلفيه ارض ترابيه. قلت له لا، طب حلو حلو جدا، بس واحده واحده عليا. انا عايزك بس اديني الخلفيه الوحيده لحالها. ما اعرفش بقيت سوري بتعامل مع سوري ليه. ماشي، بس تكون من تحت ايه؟ ترابيه بالوان الهويه. انا عايزها من تحت تراب، مش وبالوان الهويه. فهو قام مطلع لي ايه؟ الخلفيه بالشكل ده. محاوله اتنين تلاته. ماشي. قام مطلع لي الصوره بالشكل ده. واحده اتنين تلاته، طلع لي ايه؟ صوره المبنى ده. دي الصوره اللي انا استخدمتها في الايه؟ في التصميم. تمام. اهو. قلت له عايز الخلفيه يكون فيها بعد البيوت المدمره. قلت له كده، ما كانش فيها في الاول بيوت مدمره، حط لي بيوت مدمره واداني البرومت. برضو يا شباب تركايه كده، لو انت عايز يحط لك البرومت كده في بوكس، قول له حط لي البرومت في بوكس كود. تمام، او في بوكس كود، وهو يطلعه لك كده بحيث تاخد كوبي على طول من هنا يعني. قلت له بقى اعمل لي السله الواحده. عمل لي السله بالشكل ده. قلت له لا، انا عايز السله زي اللي العميله بعتتها، سله زي ديت وجنبها ورد وجنبها شويه حاجات ومش عارف ايه، حولها اشجار وزهور. قام طلع لي الصور دي. واحده اثنين ثلاثه، اخترت دي تقريبا. تمام. دي اخر. وبعدين عملت لها اب سكيل، يعني بدخل على الصوره وبعمل لها اب سكيل، فطلعت معايا الصوره هي بجوده عاليه. قمت مدخلها على مين بقى؟ على حبيب الملايين، اما الفوتوشوب. ده تسريب من جوه الكورس. هنطلع فوق عشان التسريبات ديت. ودخلت اهوت على منبر الاقصى. صح اسمه كده. وده اول تصميم بتاعهم. ده كان اول تصميم اشتغلوا معاه. وتعالوا نشوف طلع لنا ايه. خليني بقى افتح كروم كده عشان انا اكون معاكم، لان انا مش شايف في حاجه. استنى يا غالي. هو بس الجهاز تقريبا ايه. المستوى متوسط ان شاء الله في الكورس يا شباب. ده التصميم بس هو تقيل، لان انا عملته بثلاث لغات وبمقاسات مختلفه. فزي ما شفت الخلفيه حطيتها، حطيت فوق التكتشر، خدت السله لوحدها. دي السله اللي انا جبتها حطيتها لوحدها، ظبطت الظل بتاعها، حطيت التكتشر بتاع نويز في الخلفيه. حطيت الصوره دي برضو بتدل على يعني على المعاناه اللي عندهم. الصوره اللي موجوده ورا ديت. حطيت برضو الكتابه، كتبتها كده كذا مره وجت خليتها جايه لورا بالشكل ده. وبعدين لما توافق عليها عملتها بالمقاسات ديت، لما توافق عليها تاني عملتها بالانجليزي، لما توافق عليها تالت عملناها بالتركي عشان ايه نشتغل عليها.
يعني انا ده طبعا يعني حاجه بسيطه جدا يعني. دي برضو التصميم بتاع ده وجراحهم. انا اديته شكل الخيمه بتاعه اليونيسيف نفسها، وقلت له انا عايز خيمه طبيه زي ديت شبهها، بس ما يكونش مكتوب عليها اليونيسيف. فقعد يديني كام برومت كذا مره اهوت. خلوني نروح هنا اهوت واوريكم الخيمه. ثواني اهي. طبعا شايفين في الاول طلع لي ايه يا شباب؟ ما ادتلوش تفاصيل دقيقه. بعدين قلت له يا عم انا عايز الخيمه ديت شبه الخيمه دي اللي هي الحديد بتاعت اليونيسيف، طلعها لي كده. بعدين قلت له انا عايز دكتور جواه، يعني بصوا اه، قلت له انا عايز جوه الخيمه معدات طبيه وطبيب واقف بظهره ومريض على السرير، ومفيش تفاصيل لوجه اي منهم. قام مظبط لي يا عم انا يا عم احمد اللي انت عايزه اهو. طب قلت طيب اجرب اخليها في البيئه نفسها بالشكل ده، طب في مكان متكسر، طب في مش عارف ايه، لحد ما طلع معايا الصوره دي. حط لي ورا بيوت مهدمه. يعني انا احيانا بفضل ان ايه، ان الخلفيه الوحيده تبقى اوضه معزوله، لكن في الحاله ديت عشان تاخد الجو بتاع الصوره قلت له انا عايزها مع البيوت المتكسره، وانا عايز الخلفيه من تحت كامله اهو. شوفوا معايا خطوه بخطوه. ثبت الشكل ده. لكن خلي الخيمه في وسط المكان كله ارض مشققه والخلفيه ورا بيضه. وبعدين قلت له لا، خلي وسط المباني مش عارف، خلي الارض بدل ما هي شقاقه يكون فيها اثار خفيفه من المباني. يعني قلت له مش عايز الارض المشققه ديت، انا عايز ارض فيها مباني مهدمه كده. قلت له بعدين تعالى الدمج خليه بين السماء والخلفيه والارضيه واقعي، خلي الثلاثه مع بعض. انا عايز الثلاث عناصر دول مع بعض، لانه هو كان قاطع لي الجزء ده، كان قطعه كده. فقلت له لا خليه واقعي اهو. قام مطلع لي. خدت النتيجه دي عملت لها اب سكيل حطيتها في التصميم. بعدين قالت لي هي ان هي عايزه زي واحده كده ممرضه او حاجه لابسه لبس ممرضه ماشي واقفه، بس طبعا الحرام بلور هو ايه دي حاجه مش كويسه فايه، عامل لنا عليها بلور، فهو مش جايبها يعني. فانا خدت الصوره اهيت اللي هي دي. راحت فين؟ احنا كنا فين؟ كنا هنا ولا في الفوتوشوب اهوت. وخدت انا الصوره ديت وايه وعملتها وطلع لي التصميم بتاعي يا شباب. زي ما وريته لكم يعني في اول المحاضره ماشي. ممكن اوريه لكم تاني هنا لو عايزين. اللي هو ده التصميم ده. تمام يا شباب. بس كده. بص الشات على شات واحد، هو الشات طبعا مدفوع بس عادي، ده عادي في في المجاني يعمل كده. تمام. اسمه كود بوكس. كود بوكس عشان يحطوا لي في البوكس ده كده. فلما هو بيديني الكود واقعد انا اخد جزء منه انسخه واعمله بيست، فالاحسن بقول له اعمله لي جوه كود بوكس، فبيطلعه لي بالشكل ده. بس كده انا خلصت يعني. طبعا ده جزء، طبعا ان شاء الله في الكورس هنشارك حاجات اكتر من كده، وهنساعدكم ان انتم تصلحوا الاخطاء اللي عندكم، اللي عنده اخطاء طبعا او اللي بيواجهوا مشاكل كده. احنا هنساعدكم ان انتم تواجهوا الاخطاء دي ان شاء الله. آه خلونا ناخد فقره اسئله. اللي عايز يرفع ايده يا شباب، وانا يعني ان شاء الله ايه هنشوف بيتعمل ازاي. يعني انا بحاول اكتشف، معلش البرنامج ده غريب عليا. آه اه تم كتم صوت جميع الاشخاص. طيب اضافه اشخاص لا. حد بيفهم في جوجل ميت ده يا شباب؟ طب انا لو فتحت الاصوات كلها ما حدش يفتح الا اللي انا عايزه ماشي، عشان ايه نكون حلوين كده. بسم الله استر يا رب. طيب ممكن نبدا كده بالدور. عندنا عمرو. عمرو محنة. اتفضل يا عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام يا غالي، يا هلا. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عمرو؟ بقول الحمد لله ربنا يكرمك. بس كان عندي سؤال عن موضوع الكود بوكس، ممكن تقوله تاني؟ انا في الشات نفسه بتاع الشات جي بي تي، هو بيجيب لي النص عادي كتابه عاديه، فانا باخد من اول النص كوبي وبحطه بيست. مم. فبدل ما بعمل كده هو بيعمله لي في مربع اسود، اكبس بس مكتوب فوق المربع كده كوبي، فانا بكبس على كلمه كوبي على طول يقوم متاخد الكود كوبي. فانا بس لما باجي اعمل اقول له طلع لي البرومبت في كود بوكس بس، تمام. فبيحطوا لي في المربع ده. تمام ماشي، شكرا. تمام يا غالي. البراء، اتفضل يا براء. استاذ جي بي تي ضعيف جدا يا السلام عليكم. شيرين. عليكم السلام، يا هلا، اتفضل يا براء.
أستاذي الغالي، حبيت بسأل عن أجرة الكورس، كتبت كمان بالشات. خلاص يعني لازم. بص، هو الكورس ان شاء الله ب $100، لكن لاول 20 مشترك اللي في 6 منهم اشتركوا هيكون ب 85. ماشي ان شاء الله. بكم بتخصيص بكم كل راح حاجه. يكون أستاذ؟ $85 يا غالي. ده الاول 20 تمام. مشترك ان شاء الله. تنورونا يا غالي. طيب. حد مين يا شباب اللي على الدور؟ معلش خلينا نشوف. عمرو شمس. أخبارك يا هندسة؟ يا هلا عمور حبيبي. أنا عندي بس 3 أسئلة على السريع يعني، أنا كنت مجهزهم يعني. قول يا باشا. استخدامي للذكاء الاصطناعي وال AI هيأثر على سعري؟ هيأثر على سعر الله. كأنا انا كواحد، باخد نفس السعر لسه الحمد لله. لكن مستقبلا الله اعلم. فقصدي دلوقتي كواحد يعني أنا بدل ما كنت بعمل حاجة في 5-6 ساعات بقى بعملها في ساعة، هو فهل هو ده في الاخر اظن يعني النتيجه في الاخر هتبقى برضك واحده، لان انا هسعر وفق اللي انا محتاجه في الاخر. ف دي حد سؤال ما اعرفش اجاوب عليه بصراحه. يعني انا عن نفسي ما اعرفش، انا باخد نفس السعر لحد دلوقتي. هل بعدين العميل هيجي يقول لي يا عم انت بتعمل تصميم بسرعه تاخد فلوس اقل؟ انا مستغرب حاجه زي كده بصراحه ومش عارف. اتفضل يا امجد، كانك ليك راي في الموضوع ده. هو بموضوع السعر يعني مبدئيا انا ارى عادي الواحد ياخذ نفس السعر. ليش؟ بالاخير انت عم تطلع فكره يعني. العميل انت ما عم يجي ياخذ ان انت قديش بتشتغل، هذا ما له دخل. بالظبط. هو عم ياخذ فكره وعم يوصل للشيء الهدف اللي هو بده اياه. ايوه، انا ما بحسبش العميل على الوقت. يعني انا زمان كنت بعمل بالظبط. تصميم في ساعه، دلوقتي بعمله في ربع ساعه. انا لو مستواي متطور طبيعي اعمل الشغل اسرع، وسعري هيبقى اعلى اصلا. يعني سعري هيبقى اعلى. أنا أنا- فاهم كده، وكمان أنا برضه مشترك في كورس وشاريه بفلوس، فأكيد برضه حبيبي هبقى. ماشي. طيب السؤال الثاني على السريع برضه، وفي سؤال ثالث برضه. برنامج زي الافنتي اللي هو بتاع Affinity. الكنات الجديد ده، هل انا استحق ان انا اتعلمه ولا عادي؟ هو بديل او منافس. فانت لو مش شايف ان عايز توفر فلوس ادوبي وتروح لمنافس لسه بادئ، روح. عامل لسه اشتراكات مجاني والكلام من ده، فحاجه فرصه، دي الفكره يعني. انا بقول لك لو انت شايف ان الموضوع يستاهل روح وجربه. انا جربته ولقيت فيه اختصارات كتيره جدا نفسها وكل حاجه، بس الإليستريتور ده حبيبي يعني. انا أكيد. حافظه. هروح هناك بقى اختصار جديد وحاجه جديده وبتاع، يبقى ليله طيب برضه عليا. اخر سؤال، جيميناي بيعوض عن شات جي بي تي يعني؟ انا عندي اشتراك فيه. جيميناي جيميناي بيعوض طبعا. خلاص تمام، شكرا يا هندسه. عارف يا عمور. طيب زينون اتفضل، بعدك امير ان شاء الله. سيبك مجاني؟ لا، فري بيك يا شباب مدفوع. في مواقع بتديك 4 محاولات منهم فري بيك. اغلب المواقع بتديك 4 محاولات، لكن لابد من الباقات. لابد تشترك في باقه. لو انت هتستخدم الموضوع بكثره فلابد تعمل اشتراك. امير اتفضل. الو، اتفضل يا احمد. ازيك يا حبيبنا؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا غالي؟ الحمد لله. اتفضل. انا بكلم حضرتك بس برضه بخصوص الاي اي اللي حضرتك بتشرحه. إيه يعني بصراحه انا كنا محتاجين البرومتات اللي حضرتك كاتبها برضه، في يا باشا بحيث ان افتح احنا لكم الجروب. افتح لكم الجروب وقول لي اي برومت انت عايزه وانا اديه لك. لكن انا تمام شاركت لكم البروسيس نفسها، دي اهم من البرومت. تمام. ازاي انا اصلا كتبت البرومت، ازاي هو طلع معايا، ايه الوصف اللي انا بديه لصاحب البرومت. البرومت معلش برضه يعني مش هنخرج بره الموضوع برضه. انا شفت انا بعت لحضرتك رساله بالنسبه للعيادات الاندلسيه، هي معظم شغلها كله داخل في حته الاي اي ده. التصميمات بتاعتهم حلوه جدا انا شفتها، فحاولت ان انا يعني افهم الدنيا بتاعتهم ماشيه ازاي، فمش قادر اوصل لها حتى. هنفتح الجروب يا غالي وايه وابعتها لنا وان شاء الله نشوفها. اوكي تمام. تمام يا غالي حبيبي. الاب سكيل ان انا يا امير ان انا اكبر الجوده بتاعت الصور. اتفضل يا باشمهندس سعد. اهلا استاذ، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا غالي. هلا اول شيء اذا الكورس فيه واجبات انا ما بدي اسجل فيه. مفيش كورس. انا بقول هتعمل ستيم تصميم فهتتفحت. احنا عايزين الناس تدخل بس زي الكورس الاولاني انت كنت مفحوط برضك ساعتها. لا عم بمزح استاذ. هلا اذا ضمن مجال شغلي، هلا بشغلي ممكن مشي يصير مطبق على الكورس مباشره.
والله بنعمل استثناءات ان شاء الله، يعني نص استثناءات مش استثناءات كامله يعني ان شاء الله حبيبي. هلا انا بستعمل اي يعني صار لي سنه من وقت ما انطلق، بس كويس. انا بدي يعني اوقات كتير بحاول هالمحاولات الكتيره بدي اختصر الوقت منه، عرفت؟ ان فما شاء عم الله. بوصل دائما للنتيجه النهائيه. انا بدي اعرف انه بقدر فورا اوصل لنتيجه نهائيه بالفكره اللي بتكون براسي. ايوه هي اول بنساعدك شيء. ان شاء الله يا غالي ان شاء الله. السؤال الثاني، في فيديوهات توليد فيديوهات بالكورس ولا لا؟ هيكون مسجل طبعا، هو الكورس ده هيكون اونلاين اول مجموعه، بعدين هيكون مسجل. لا ما بقصد هيك استاذ، بقصد انه في توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لا بهذا الكورس. ما اشتغلش في الفيديوهات خالص، مش مجالي. الله يسعدك يا حاج سعد حبيبي تسلم. اتفضل يا محمد الزيني. ياسين بعده علي. اي حد من الثلاثه يفتح. طيب نعدي الثلاثه. اتفضل يا سيدي. عندنا تصميم هوية بصرية بالاي اي. هويه كامله، هو يساعدك في الموك ابس، هو يساعدك جدا وعملي جدا، والموديل الجديد ده فظيع يعني. انا من كام يوم كده اوريكم. ولكن الشعار لا يمكن. بص اوريك حاجه بسيطه حلوه جدا. ده محاوله بس يعني. انا مش عارف الصوره الاصليه معايا الريفرنس ولا لا. هتفتح. المهم يعني انا كان معايا ريفرنس اللوجو. شو هو عمل ده؟ في كتير جدا، انا ممكن اجيب لك من على الفيسبوك امثله للشباب. هو خد الشعار نسخه، بس هو برضه المشكله في ان هو النسخ، هو بينسخ الحاجه لكن بيعمل حاجات حلوه. صوره زي دي، هو ده مش شعار بس الفكره. هو انا قلت له ايه؟ بص انا قلت له مكتوب هنا كذا كذا كذا، تعرف تعمل لي موديل 3 دي بالشكل ده ومواصفات معينه والملمس. الموضوع بقى اصبح وصل لمرحله مش عارفين هي راح فين. فمش هنقول ان هو ما بيعرفش، هو بيعرف دلوقتي يعني. هو دلوقتي بيعرف يعمل حاجات كتير قوي. ولكن لا يمكن أن يصمم الشعار بالكامل. والله بيصمم اهو، بيصمم والله. يكون انا اوريك. تغييرات هو بيصمم والله بيصمم. انا مصمم شعارات يعني، مش من مصلحتي ان انا اقول الكلام ده، لكن هو بيصمم. ما اضحكش عليك والله. تمام. لكن برضو الفكره برضو نفس الحكايه في مين اللي يستخدمه. انا اخر شعار عندي استخدمه. فقط يمكن أن تعطيه صح. اخر شعار كنت بعمله مع عميل، استخدمت الاي اي وساعدني جدا. بس الفكره مين اللي عارف ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل، ايه التكوين بتاع الشعار، ايه الفكره، ايه اللي كذا. هو اداه، فلكن ممكن يستخدم، ممكن، لكن مين اللي يستخدمه هو ده الحاجه. إذا سر في البرومت، في البرومت، واللي فاهم يعني ايه لوجو، ايه اللي ينفع في اللوجو وايه اللي ما ينفعش في اللوجو. شكرا. العفو جزاك الله خير يا علي حجاج. امجد تمام. ميساء تفضل. بس عندي تفضل. سؤال أنا. تفضل لا يا أمجد. الكورس هو حيكون فقط عن الذكاء الاصطناعي، ما هيك؟ ما حيكون له دخل بالأساسيات الفوتوشوب؟ لا يعني طبعا. أنت حاليا عندك كورسين، اللي هو كورس الفوتوشوب، كورس بص يا غالي، بس. انا برضو كان مش عايز انط النطه دي. انا هتكلم على البريف، وهتكلم عن المود بورد والمايند ماب والعصف الذهني. هتكلم على دول في الاول، وبعدين بقى كله فحت شغل. لا أنا ليش سؤالي هذا؟ إنه الآن لو واحد مثلا بده يتعلم، هل حيجي لازم ياخذ الكورس الأول بعدين ياخذ الكورس مش الثاني؟ للمبتدئين، متوسط ومحترف. ده المستوى. يعني هم مبنيين على بعض، الأول بعدين الثاني. بالظبط. ان شاء الله احنا نعمل قريب واحد بالاول للناس اللي بادئه وعايزه تاخد الجديد، لكن الكورس ده المستوى متوسط وعايزين يعلوا مستوى شغله. حلو. حاليا انت استاذ حضرتك ما عاد تعطي كورسات لايف كلياتها؟ الكورس ده لايف، وبعده هيكون مش في بس واحد بشكل عام يعني. الكورس ده لايف، واللي بعده هيكون لايف للكورس القديم ان شاء الله. تمام يا غالي. ميساء. السلام عليكم أستاذ. يا هلا ميساء، يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ. بدي أسألك عن إيدوغرام للتوليد الصور، شو رأيك فيه؟ والله في موديلات كتير. ده من الموديل اللي أنا ما جربتوش. هل هو موجود هنا في فريبك ولا لا؟ إيدوغرام موجود، بس أنا ما جربتوش. أنا جربته للوجوات ممتاز، بس بالصور ما بعرف، بدخل أشياء ما يعني. طيب. مش عارف إذا استخدمت برومت صح ممكن يعطيني صح أو ما بعرف والله. خليني تاخد البرومت دهوت
واحطه هنا واقول له ينفذ ونشوف. ماشي، بس ده عربي، هو بيكتب عربي ولا لا؟ لا كأنه بس إنجليزي يا أستاذ، حتى تركي ما كان ياخذ. مش طلع ايه، مش عارف هو ايه اللي هو عمله، مش فاهم. ممكن ابص عليه اكتر ان شاء الله في وقت تاني، لان انا جربت اطلع لي حاجه ايه مختلفه خالص. طيب غير تشات جي بي تي أستاذ، إيش أحسن إشي اللي حكيت عنه أنا، لأني ما حضرتش المحاضرة من الأول؟ نانو بنانا برو. نانو بنانا برو. ايوه بالظبط يا ميسا. خلص إن شاء الله تعالى. الله يعطيك العافية. محمد الزيني، ياسين، محمد نعيم، حد يا شباب موجود؟ السلام عليكم. مساء الخير. اتفضل اتفضل يا محمد. اتفضل يا غالي. صديقي، بالنسبة لموضوع الدورة لو سمحت، هلا أنا كمبتدئ بيجنر لسه، فهي مثل ما تفضلت حضرتك هي من المتوسط والمحترف، فنحن كمبتدئين موجودين هون، من وين نبلش؟ وفي دورة راح تكون أنا عندي دورة مسجلة مع المتابعة للمستوى المبتدئ، لكن هي لا تتطرق كتير لموضوع الذكاء الاصطناعي. يعني أنا اديتها من 6 شهور تقريبا، من سنة تقريبا، حاجة زي كده. لا تمام، اوكي، انا فهمان لحضرتك. انا قصدي اني لاوصل لمستوى هي الدورة، في دورات تانية لازم اتابعها عند حضرتك لو سمحت. انا عندي دورة موجودة، لكن زي ما بقول انا هحدثها قريب، يعني ممكن كمان شهرين كده ولا حاجة احدثها، اعمل راح دورة يكون في دورة لقدام البيجنر للادفانس، في دورة واحدة لو سمحت؟ ما هي دي ان شاء الله، ما هي هتوصلك مستوى كويس جدا، لكن انا اللي حاليا راح تيجي بعد شهرين المحدثة راح تكون من A to Z للبيجنرز للادفانس. مفيش حاجة اسمها الاي تو زد، لكن احنا هناخدك من الاول لحد لما نوصل للمستوى اللي انا واصل فيه ان شاء الله، اللي انا شغال عليه مع الخبرة بقى ومع الممارسة، توصل لنفس المستوى ان شاء الله. معناتها هي راح نستناها نحن تقريبا شي شهر او شهرين. ان شاء الله يا غالي، تنورني. يسلم ايديك يا رب، كلك ذوق. تسلم. حد تاني يا شباب؟ زيني، كل من الصبح بقول اتفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. هو حضرتك ايه رايك في الموديل نوعا ما جديد اللي هو ايمج اف اكس؟ اسمه ايه؟ ايمج اف اكس. ايمج اف اكس مش عارف والله يا غالي، مش مستخدمه. في الفلوكس. طيب لو حضرتك ممكن مثلا تنصحني بص، هو حاليا عندك نانو بنانا هو رقم واحد وما تستغناش عنه حاليا. ايمج اف اكس تقريبا هو اللي في ليوناردو، انا مش عارف والله، او اللي لا هو موقع مختلف بتاع جوجل. تمام، انا بقول لك هو رقم واحد دلوقتي، لو الشباب بيقولوا هو كويس جدا ونتائجه رائعه، حلو. لكن زي ما بقول لك كده، هو رقم واحد دلوقتي اللي بيكتب بالعربي، اللي بيعمل كل الكلام ده، هو النانو بنانا، وتبع جوجل برضه كده. ايه الموديلات اللي ممكن استخدمها اللي تجيب لي واقعيه؟ عشان اكثر الموديلات اللي بتجيلي كلها كرتون، ولا حاجه غريبه. قلت لك هو واحد دلوقتي بكسر الدنيا، نانو بنانا واحد. برضه انا بيعمل نفس الموضوع، بيجيب لي كرتون اللي هو لا، البرومت لازم تكتب في البرومت رياليستيك، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. وياك ناصر علي مي، اتفضل يا مي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام يا مي، يعطيك العافية. أستاذ، أنا لاحظت في تصاميمك الذكاء الاصطناعي الوجوه ما باينة. هل أنت يعني متعمد إنه يعني مسألة الموضوع لو دخلتوا على جوجل كده الاصطناعي والوجوه بتكون ظاهرة فيها، هل هي حرام يعني؟ وأنت بتتحاشى الحاجة دي ولا؟ بص يا مي، لو دخلنا كده ودورنا على النت، ممكن ندخل على أي موقع مشهور زي اسلام ويب أو المواقع دي كلها، فهتلاقي إن هم بيقولوا إن هي برضو هي مجابهة لصورة الله، تمام، وفيها نفس الحكم الشرعي ونفس التأصيل، فعلشان كده برضو فهي نفس العلة اللي موجودة في الرسم بالإيد، من ناحية التحريم، إن هي مضاهاة لخلق الله أو مجابهة لخلق الله وكده، فهي نفس العلة، فعشان كده نتفاداها يعني. طيب يا أستاذ، لو أنا جبت صورة حقيقية لشخص حقيقي وطلبت من برنامج توليد الصور إنه مثلا الموديل مثلا يمسك المنتج، لكن صورة حقيقية. أيوه. هل دي فيها حرمانية؟ بصي هقول لك اللي أنا بعمله
ان هو بيغير، ماشي. فانا باخد الصوره الحقيقيه برضك، التفاصيل بيغيرها برضك، بيغير فيها حاجات بسيطه، فباخد الصوره وبحطها مكان الصوره الثانيه. ده اللي انا بعمله، وما اقدرش اقول لك ده برضه صح ولا غلط، ما اعرفش، الله اعلم. فده اللي انا بعمله، لان هو بيغير الصوره، لو لسه برضك الصوره بيكون شخص تاني بس هو بيغيرها. فبس فممكن تسالي في ده حد بقى خبير شويه او عنده معلومات اكتر. يعني يعطيك العافيه. يا رب. الله يقويك، تسلم. حد تاني يا شباب؟ اي اسئله؟ انا صعب السلام اقرا عليكم. اسئله الشات كثيره قوي. تفضل يا ناصر. يا هلا حبيبي. كيف حالك استاذ احمد؟ ان شاء الله يا هلا بخير. غالي، يعطيك العافيه يا غالي. انا بتشكرك كثير على هي المحاضره الرائعه. وحشنا والله. اخذنا منها معلومات ولو عامه لكنها مفيده. حبيبي والله يا ناصر. هلا استاذ احمد، انا كسؤالي كشخص بيصمم لعمله الشخصي، لكن ما تعاملت مع برنامج الفوتوشوب مثلا، اشتغل كل شغلي على كانفا. فهل كانفا ينفع انه حتى يكمل شغل الذكاء الاصطناعي، ولا لازم اتعلم فوتوشوب كمان؟ شوف احنا هنا بدلنا ايه؟ بدلنا هنا مع احترام الجميع. من اعداء كمان، ماشي. توليد الصور كان فيها ازمه، صح؟ كان هنا مكانها ايه؟ اجماع الصور، وعملها بالفوتوشوب، تمام. فدلوقتي الجزء بتاعنا اللي احنا بقينا بنشتغل عليه بقى بسيط جدا. فكانفا من ناحيه اللي كان مستحيل يعمله زمان بقى الاي اي بيعمله. يعني كانفا كان مستحيل ان هو يدمج ويعمل حركات وكلام من ده، الاي اي بقى بيعمله. طب بقيه المهام الفوتوشوب بيعملها. الفوتوشوب اسرع، الفوتوشوب مرن اكتر، الفوتوشوب حلو اكتر، ماشي. بس تعرف تعمل نفس النتائج اللي هنا بهنا 100% حبيبي. شكرا لك. لا الكانفا ما اعرفش الموديل بتاعه قوي ولا لا يا اكرم بصراحه يعني. مين كمان؟ علي، اتفضل يا علي. ما انا بقول من ساعتها يا علي يا علي يا علي. السلام عليكم السلام. أستاذ، يا علي هو علي طبعا حبيبي. الذكاء الاصطناعي ممكن يصمم إيه في الهوية البصرية؟ وهل يقدر يصممها كلها؟ لا، يصمم لك الموك ابس ويساعدك في اللوجوهات، افكار للوجوهات. تمام تمام يا علي. حد تاني يا شباب؟ انا تعبت والله، معلش. خلينا بقى لو في اسئله تانية ان شاء الله على الجروب اجاوبك على بكره ان شاء الله. لارا طيب عشان نرفع ايديها، لو عندك اخر سؤال نعتمده. واحمد، استاذ احمد علي طبعا يعني حبيبنا، ما نقدرش نقول له لا. اخر اثنين عادش حد يرفع ايده ارجوكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. استاذي، في عندي سؤالين، او في منهم في سؤال منهم مشكله. خلي واحد على السريع هيك بسرعه، مهمين والله من زمان انا يعني مش لاقي لهم جواب. انه مثلا العميل لما يطلب مني نموذج اعمالي او البورتفوليو، هل يكفي رابط البيهانس اللي فيه اعمالي، ولا لازم اسوي ملف بورتفوليو مخصص للاعمال؟ بيهانس بيهانس يكفي يعني. مش لازم يعني احط معرض اعمال وبورتفوليو واعرف وكذا. لو شركه أيوة. هو عادي، هو حلو ان انت تقول له خبرتك مش عارف ايه الحاجات دي، ما تعرفش تحطها في البيهانس. نعم. لكن ده مكان السي في مش مكان البيهانس. ايوه انا عندي سي في. تعمل حاجه زي سي في اعملها. انا عندي سي في. طيب السؤال الثاني، لما احيانا يسالوني عملاء كذا قبل ما يعني يطلبوا، قبل ما نطلب السعر وكذا الى اخره، احيانا مش بردوا، بيختفوا، يعني انه ما بيكونوا صاملين، ما بيكونوا جادين بالتعامل، فورا يختفوا. او احيانا يوم اعطيهم سعر او مثلا اعطيهم معرض الاعمال بيشوفوا الاعمال او كذا، وبعدها ما بيردوش نهائيا، وكانهم يعني ما تكلمتش معهم. ما بالك ممكن مات. ايوه توفى الله. ثاني حاجه هو داخل يشوف سعرك بس. رابع حاجه ممكن يكون عنده مشروع بعد 5-6 شهور. كمان احتمال ان هو عنده حد تاني منافس ليك واختاره هو، استريح له اكتر، بس كان داخل يشوف الدنيا. نعم. في مليون احتمال دايما لاختفاء العميل. هل ممكن يكون التعامل يعني التعامل لو انت شاكك ده ممكن يكون جزء اساسي، ممكن هو ما عجبوش التعامل، فانت حل المقابله بتاعتك وشوف هل كان فيها اخطاء، هل فيها حاجه. اسال على العميل ده، ابعت له رساله تاني عادي على فكره. ابعت له قول له انت فين، عادي جدا والله، اسمها الكولد مسجز. تبعت له رساله بتقول له ازيك يا استاذ فلان، انا كنت مستنيك، انت كنت مستني ان احنا نتعامل مع بعض، هل حضرتك بخير؟ قلت الله اعلم. الفكره بقت تتكرر، يعني انا استغربت هو وين راح. انا كنت باخد دوره مبيعات كده مع استاذ، وقال لنا ان ممكن نسبه التحويل دي بتختلف، ممكن يجي لي 100 واحد واطلع منهم واحد عميل.
يعني هي بيسموها مش كذا يعني عادي في موجودة. المجالات، مش في الديزاين بس، في كل المجالات في الدنيا بيجي ليدز كتير، رسائل. الرسائل دي بتصفصف على نسبه ممكن تكون 1%، على حسب يسموها نسبه التحويل ديت. بتختلف بقى، ليها عوامل كتيره، ليها جوده شغلك، ليها جديه العملاء اللي انت بتوصل لهم، القدره الدفاعيه الشرائيه عندهم، في مليون عامل. صحيح صحيح. الله يعطيك الف عافيه استاذي، شرح جدا جميل والله يقويك يا رب. تشرفت جدا بسماع الصوت. الله تسلم يسلمك يا ويسلمك. الحبيب. السلام ماشي يا عليكم. شباب، حد عنده اسئله تانية؟ احمد لارا هم رافعين ايديهم بس ما حدش يجاوب، ناديت عليهم. حبيبي يا حاج احمد علي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا زحمه. ازي حضرتك؟ الله يكرمك، مبسوطين والله انها شفناك النهارده. انا مبسوط بيك والله يا حاج احمد. الله يكرمك يا رب. على فكره نانو بنانا برو هينزل في تحديثات الفوتوشوب. كويس. نزل 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 شوف. بالنسبه للكورس حضرتك هتبعته امتى، اللي هو بتاع يعني تفاصيله امتى؟ هبعت لكم ان شاء الله تفصيل على الجروب وتفصيل على الخاص برضو ان شاء الله. خلاص تمام ان شاء الله. حبيبي شكرا يا حاج. لحضرتك. ماشي يا غالي. جزاك الله خير. السلام عليكم. محمد اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم يا شباب، مع السلامه.